اول حاجه الواجب عليك انك تتعرف على القضيه. قلت لي راه الغريب هو انك وليتي دابا مضارب مع الناس تحاول تقنعهم انهم يقاطعوا شي حاجه اللي هما ما محتاجينهاش اصلا واللي كتضرهم في صحتهم من باب ولاو ستاتيو وتيديروا دي زاكتيفيتي ديالهم بوحدهم ومورغانيزين في دي باج في انستغرام وفيسبوك ويوتيوب تيجيشو تيجيش كونتر تيجي باش من بعد غادي يولي عندك بكل بساطه يولي عندك ان ستاتيو ليغال، يعني يولي عندك واحد الاطار قانوني ديال هذه المساله. كتجيب الدري بالنسبه لك هذاك راه سميتو من الرسوم المتحركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بلا ميعاد، حلقة تكون رائعة بإذن الله وبتوفيق من الله مع الأستاذ والشيخ وأستاذ اللغة الفرنسية، أستاذ لا كومينيكاسيون التواصل، وهذا شرف لي وشرف لنا جميعا وشرف للسي أمين ياك بأن السياسيين يكون معنا. الله يرفع انا اول مره نعرفوا استاذ ديال اللغة الفرنسية. الفرنسيه والتواصل. الله يكبر ما شاء الله ما شاء الله. هذه قليل كيعرف انه استاذ اللغه الفرنسيه والتواصل. كيعرفوك الشيخ كداعيه دابا راك عارف لي ريزو سوسيو راه هما اللي كيعطوك التيكيتا، ولا مشات ديك لي تيكات وداعت صافي ما جامي يشدها، فغتبقى انت ما تبقاش تتابعها صافي خلاص الله قالوك دوزوك. واحد المره كنت رسلت لك واحد المقتطف، قلت تبارك الله عليك الشيخ ياسين، حكينا من الاصدقاء ديالي في انستغرام، قلت لي لا راه ما دياليش انا، راه الناس كيقطعوك. عاد فهمت ان راه الناس واخدين الاسم وكيستعملوه. واخدين الاسم كيستعملوه، ولكن لما فيه الخير لان داك الشيء اللي كتبارطاجي ما شاء الله احبك في الله. احبك الله اخويا طارق. انا كنقول لك غيبه منك واحبك في الله ومن المتتبعين، وكنستافد من اعطاك الله واحد البركه في القول وفي اللفظ وفي الكلمه، وهذا شيء يسر لك الله بتوفيق وتيسير من الله. يمكن احنا بلا ميعاد، هذا البرنامج بلا ميعاد، يا ربي يسر ان ندير البرنامج بلا ميعاد. ربي كيسر لك واحد الملكات وكيوصل لك واحد حب الناس كيبغيوك كيتبعوك كل شيء. ما يمكنش تشري بالفلوس، ولكن حب الناس لانك تقول من القلب ديالك وكيوصل. لذلك استضفناك في هذا البرنامج معنا وتكون معنا، وهذا شرف لي انك تحضر معنا. المحاور ديالنا هما ثلاثه. الاول الوقائع والاحداث اللي كنعيشوهم في خدم الاسبوع في الشهر، وكاين واحد الواقعه اللي غنهضروا عليها. من بعد غنجيو على المقاوله، كيفاش ننجحوا في المقاوله ديما حنا هنا. ومن بعد التنميه الذاتيه، والسي امين غيهضرنا على قانون الجذب او قانون الكذب. قانون الكذب لا انت كتامن بقانون لا لوا داتراكسيون؟ ماشي انا تنعرفه، ولكن تنامن به، تنامن بالله. تامن به هذه راه صعيبه هذه. ولكن الناس اللي وصلوا للايمان. اول حاجه غنهضروا فيها اصدقائي صديقاتي، السياسيين مرحبا بك. الله يكبر بك ودوز الطريق. مرحبا. عرف لي نفسك، شكون هو السياسي؟ ما كايناش شي حاجه كثيره ما يتقال. يعني ياسين العمري رجل من المسلمين، استاذ ديال الفرنسيه والتواصل في الكليه ديال العلوم القانونيه والاجتماعيه والاقتصاديه، بالضبط مع الطلبه ديال الشعبه ديال الاقتصاد. كنخدموا في طريق جديده في الدار البيضاء تبع الجامعه الحسن الثاني عين الشمس. انا كنقري من الجهه الاخرى في الاي اف اس تي، كنقري الماستر كوتش. انا من الجهه الاخرى. انت شاد منه وانا شاد منه، مثلنا. انا كنقري الكوتشين وكنقري واحد الماستر كوتش تما من دوزيام اني كنقريهم، وهذا العام الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بارك الله عزيزي طارق، الله يكبر بك. فعموما هادشي اللي كاين ما يتقال. شنو نقول معاه؟ وكيفاش واحد السؤال، كيفاش تطحتي في البحر ديال لي ريزو سوسيو ووسائل التواصل الاجتماعي؟ بالضبط استعملتي الكلمه التي يجب اخويا طارق. طحتي. ما قلبت على حتى شي حاجه. لي ريزو سوسيو دخلنا بار كوريوزيتي، دخلنا نطلعوا فيهم شنو هما. اللي كان عندي الكونت مثلا ديال فيسبوك في 2009، ديك الساعه باقي ما بانوش حويجات اخرين. فيسبوك كتدخل طول شنو هادشي، بدات القضيه غدا تتكبر، وكي كنقولوا هما اللي فيسبوك هما الاول اللي سوقوا للسوق، فهما اللي شدوا المارشي فعلا. ديكو كاع التعارف ديالك مع عباد الله، مع الناس، مع هذه كتعرفهم في هذاك لو ريزو سوسيال اللي ربما خلى مع الناس سميه مثلا تعرفات ولا كذا، الله اعلم. هو الجانب ديال الدعوه، والجانب ديال الدعوه الى الله عز وجل. هذا ماشي حاجه اللي حنا ما كي قلت لك ما قلبناش عليها، كنا كنتحركوا من باب اننا يعني شي حاجه تعلمتيها انت تتحاول تنقلها لخوتك من باب بلغوا عني ولو ايه. زكاه داك شويه اللي كتعرفوا مثلا العلم بزاف.
من هنا من لهيه واحد النهار كانوا شي شباب باقي عقل شحال هذه، كنا نعرف المسجد عندنا كنا كندير الحي، كنا كنديروا الدرس ديال السيره النبويه. ضربنا في واحد المده وجاو عندي شي شباب قال لي انت اخويا ياسين، قال لي علاش ما نصوروش هذا الشيء ونحطوه، نمشيو نتلعبوا حيدو من هذا. غادي تصور، قلت لي طلع ديك الساعه كان الشيخ القاضي برغون الله يرحمه باقي حي، الشيخ زحل باقي حي، الشيخ ابو النعيم الله يرحمه باقي حي، الشيخ الصمدي باقي حي الله يرحمه، دول العلماء الله ديالنا يرحمهم ديال جميعا. المغرب وديال الدار البيضاء وديال الامه. فكتقول له ودي باغي تصور سير صور دوك العلماء. يعني قلت له احنا عموانسين مع بعضياتنا، نطلبوا الله عز وجل يغفر لنا، نرفعوا الجهل عن انفسنا ونتعاونوا على الاجر، نمشيو بحال هذا نمشيو نعسوا. داز تقريبا شي عام هما تيحاولوا، عام وانا كنقول لهم لا. تام عاوتاني رجعوا خلاو فرانسيس رجعوا على روسكوس، عاوتاني ملو ياسين صوروا ياسين. مشيت استشرت مع واحد الصديق قال لي شوف اخويا ياسين، قال لي الصقعين، قال لي معمرين علينا انترنت، معمرين علينا التلفازه، معمرين علينا الراديو. قال لي جينا نطلوا، قال لي في دوك الصقعين، قال لي راه ماشي كلهم زعما راه الصوت والصوره وعلم قال لي والو، قال راه النطيحه وما اكل السبع، وفيهم كاع ما عاف السبع، ما كلاش كاع، ما عفر عليها. قال لي ولكن تيدعموهم، كيقول لك المهم انهم يشدوا لينا الشباب، يبقاو جارينهم للتفاهه. قال لي وحنا اللي عندنا الحمد لله الحق، انا كنتكلموا قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام، كنتكلموا على الوحي محمد صلى الله عليه وسلم وما يضر في فلك الوحي. قال لي وانت الحمد لله ما غاديش تدخل الغمار ديال الفتوى ولا ديال انك تفتي ولا كذا، هذه مسائل كبيره عند مواليها. قال لي انت من باب التذكير بالسيره النبويه، تذكير بالفضائل الاعمال، الوعظ، الارشاد. قال لي علاش اخويا؟ قال لي ما تصورش هذا الشيء. قال لي انت صور، قال لي والاخلاص، قال لي انت راه بينك وبين سيدي ربي، استغفر الله، تصرف فيه انت. سبحان الله. فبدات غاديه بشويه حتى لقينا ريوسنا حاصلين وسط هادشي كله اللي كنشوف. ما شاء الله ما شاء الله. طب والله غير الله يتقبل منا وخلاص. اللهم امين. طب والله يتقبل منا وخلاص. اللهم تقبل. اليوم احنا كنصوروا في هذا التاريخ اللي هو 15 نوفمبر، اليوم 41 يوم على الحرب على غزة. هاد الواقعة هذه واقعة ثقيلة على الأمة وعلى المسلمين وعلى العرب. وبما أننا نحن مسلمين وعرب ومغاربة وأمازيغ كذلك، ديما فينا المغرب، في الأمازيغ، في العرب، نعم. في كل شيء. هذه الهوية ديالنا. هاد المشكل أنا شخصيا العشر ايام الاولى تاثرت بزاف بهذا المشكل هذا، حتى انا كنقول جاتني واحد لا ديبرسيون، واحد الاكتئاب ديال العجز. ما بيدي من ندير، كتشوف خوتك كيموتوا، واحد الآلة إعلامية كتحارب، واحد القوة والجبروت ديال واحد الدول عظمى على واحد حركة مقاومة اللي كتدافع على أرضها، اللي 75 عام وهما في الحصار. نقولوا غزة سجن مفتوح، سجن مفتوح، وما بيدك ما دير انت في المغرب. وما بقى عندي خاطر زعما بالعربي، انا اول مره غنقول هذا الشيء على العالم. بقى عندك خاطر للماكله، لا تريني، لا دير العمل ديالك، لا تمشي ما بقيتش تقدر تطبع يعني نورماليزاسيون دو طافي، يعني ترجع حياتك طبيعيه كما كانت، وانت كل يوم كتشوف الاخبار ودوك الصور والجثث والاطفال وكل شيء، وداك الشيء يدمي القلب. شنو بدي ما ندير انا كمسلم كعربي؟ هو اللي ذكرته وداز الطريق، هو الحاله ديال اي واحد عنده واحد الحد ادنى ديال الاحساس وقلبه باقي فيه الحياه، راه كيعيش، راه عاش هادشي اللي صعيب. وانه شفتي الدق والجنديق في عباد الله والموت والدراري صغار تيموتوا، عيالات صغار كبار، حيوانات، شجر حجر، كل شيء تيتفرشخ، انت تشوف فيه عادي وكدوز كتكمل. هنا الواحد يطرح على راسو سؤال كبير، واش باقي حي ولا على الكركاس اللي غادا كتمشيو وجه. نعم. اما راه البهيمه تاثرت. اما مساله ديال انه الانسان تدخل الى اخره، هذا راه باش نكونوا متفقين، هذه راه الحاله ديال عموم الناس، اللي راه ماشي غير عموم المسلمين. والى القضيه ربما تجي في ثنايا الكلام نقدروا نتكلموا عليها، القضيه ديال فلسطين على وجه العموم، المسجد الاقصى وكذا، هذه قضيه عقديه دينيه بامتياز. لكن القضايا، بما ان القضايا العقديه والدينيه في الاسلام كلها قضايا تستند الى مرجعيه ديال الوحي، وما دام تستند الى مرجعيه ديال الوحي، اي انسان في العالم واخا يكون كافر راه
غادا تخاطب فيه الجانب ديال الفطره ديالو. الانسانيه ديالو. الله يفتح لك، لان ملي نزل الوحي نزل باش ينظم الحياه ديال الناس فيما يتعلق بدفع المفاسد، الظلم، الجبروت، الطغيان، الكذب، النفاق، الخيانه الى اخره، وجلب المصالح للانسان من خلال الصدق والعفه والامانه وهذه القيم الكبرى. فاي واحد عاش هذه الايام هذه راه عاش هذه الحاله اللي قلتي انت، لكن غير اللي خص انها الحاله هذه ما خصهاش تطول. علاش كان حسينا بهاد لا ديبرسيون، ولا بنادم داخل لدارو مغول جالس انت هنا، المراه هنا، الوليدات هنا، وحتى واحد ما عنده الخاطر يدوي معاه مع شي واحد كي قلتي، ولا عندك الخاطر انك تمشي تخدم ولا انك تجي ولا شيء. شنو هو اللي كيخلي الحاله هذه تقصر او لا طوال؟ هو واش تتنوض دير شي حاجه ملي كتبقى غير تكونسومي، فان خوتك تياكلوا العصا، كتزاد عليها لا كومبوزونط الاخرى ديال انك انت ما قادر دير والو، هنا لا ديبرسيون شوت ليبر. ما كاينش ما كاينش تعويض هذا اون بروفوندور، ما كاينش. اللي تيوقع هو انه الواحد خصو يطرح هذا السؤال اللي طرحتيه انت زدي طريق ديال طيب خوتي كياكلوا العصا، انا قبل ما نقول واش راني ما قادر ندير والو، نطرح على راسي سؤال شنو ممكن ندير. كاين عندنا الجانب الاسباب الشرعيه اللي فيها وعلى راسها واحد الحاجه اللي مالوغوزمون الناس كيقول لك او دير ما في دينا حنا غير الدعاء، وهذه كلمه ما صحيحاش لا من حيث لا فورمولاسيون ولا من حيث الكونتوني. حيث لا فورمولاسيون كنقولوا ما في دينا غير الدعاء، هذه كلمه غير احتقار فيها احتقار وتصغير للدعاء. كتقول لي الدعاء واش انت كتدعي، واش كتدعي هيئه الامم المتحده، انت راه كتدعي الله. كتقول واش عرفتي اش كدير ولا انت جيتي اقوى عمل واعتبرتيه باللي راه هو ابسط عمل. ادعوني استجب لك. الله يفتح لك. غير هو الدعاء عنده مقومات ديالو، كيقولوا عنده القوام. هذوك المقومات ديالو هو انه الانسان ياخذ بما استطاع من الاسباب. ملي كدير داكشي اللي قديتي عليه صافي، وصلتي للبلافون، وصلتي لاقصى ما ممكن دير، هنا الدعاء كتكون عنده الثمره. النبي عليه الصلاه والسلام جينا نشوفوا مثلا عموما في تاريخ الاسلام كاع المعارك المفصليه الكبرى اللي انتصروا فيها المسلمين بالميزان المادي ما كانش عندهم تفوق فعلا، كانوا ديما انفيريور بالميزان المادي، كانوا ديما انفيريور. الى ديمارينا مثلا بغزوه بدر، دازوا قبل منها غزوات صغيره لكن تسمى غزوه بدر الكبرى لان هي يوم اسمها الله عز وجل في القران يوم الفرقان. فرق بين الله عز وجل بين الحق والباطل، بين زمن الاستضعاف وزمن التمكين، بين يعني القوه اللي ولات عند المسلمين، السمعه وما بدك الشيء اللي كان عندهم من قبل الى اخره. فهذاك يوم الفرقان بروبورسيونيلمون كنا 1 كونتر 3. كانوا المسلمين كانوا في حدود 314 واحد، وكانوا الكفار ما بين 1000 و1100. يعني راه تقريبا كنهضروا على 1 ضد 3. ماديا يعني عدديا كنا قل، ماديا من حيث الاسلحه الى اخره المسلمين كانوا خرجوا لوبجيكتيف ديالهم رقم 1 انهم يعترضوا القافله ديال ابو سفيان اللي فيها شي حاجه من فلوسهم اللي شفروها لهم بعد قبل ما يهاجروا اصلا. دونك ملي هما غاديين ما يسمى بالسلاح ديال واحد غادي يعترض القافله، راه ما جايش انت لابس الدرع موجد واستراتيجيه، انت غادي تتعرض لواحد القافله. الاخرين ملي سيقوا لهم الاخبار قال لهم راه الاخرين هاجمونا، وجدوا جيش واجد مقاد مصوب بالجايبين معاهم الخلاوه العروبيه ديالنا، جايبين معاهم المغنيه وجايبين الشراب وجايين موسم وجايين غادي نقصروا الى اخره. وانا غير واحد الاشاره خفيفه نعاود نرجع، الناس مثلا بزاف فينا كيعرف السيره النبويه من خلال الفيلم ديال الرساله. بون مصطفى العقاد الله يرحمه دار الفيلم ديال الرساله، اجتهد فيه داكشي اللي قد عليه الى اخره. غير هو كاين شي نويطات الواحد يرد معاهم شي شويه البال، ان ملي كيبينوا لنا مثلا في غزوه بدر وتيبينوا لنا ان راه كاين معسكر ديال الجيش ديال المسلمين ومعسكر ديال الجيش ديال الكفار. لا رياليتي سيتي با سا. لا رياليتي اللي كانت هو انهم كانوا ناس ما حيت هما كيبينوهم لابسين تقريبا بحال كلهم يونيفورم لا ما كانش القضيه هكا. كانوا خارجين على قبل باش يتعرضوا للقافله، تساطحوا في هذيك المساله. المهم التفاصيل هذه في السيره النبويه هذا غير ديزا في الطريق. الواحد على قبل الاسبري كريتيك يخلي ديما يخلي الحس ديال النقد ديالو حاضر. من حيث الماده كي قلت لك السلاح ما كاينش الى اخره، لكن ملي خداو هما بالاسباب حتى الماكسيموم داكشي اللي قدروا يديروه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام دوز الليله كلها هو كيدعي. سبحان الله. دونك كندويو على الدعاء مع الاخذ بالاسباب. ها هو الدعاء قلنا الاسباب الشرعيه انك تقدر تدعي الا قدرتي في كل سجده ادعي لخوتك ادعي. الا قدرتي يكون عندك الجهد ديال قيام الليل في الثلث الاخير ادعي.
ما بين الاذان والاقامه ادعي، الوقيته اللي تنزل الشتاء ادعي، المواطن اللي فيها مظنه استجابه الدعاء ادعي. نجي لحاجه اخرى، تعاطفنا ايموشنيلمون مع القضيه مزيان، مزيان، لكن انتيليكتويلمون شحال البورسونتاج ديال التعاطف ديالنا مع القضيه؟ كيفاش نتعاطف معها انتيليكتويلمون؟ راه كاين شي ناس دي طريق وزدامين، راه كاين شي ناس بالنسبه لهم القضيه الفلسطينيه راه ديمارات لو 7 اكتوبر من قبل. وعد بلفور ما كاينش، لا والو، ما كاين لا وعد بلفور، لا قيام الكيان الصهيوني في 48، لا حرب 67، لا النكبه الاولى، لا والو. الفيلم عنده ديمارا نهار 7 اكتوبر، اش طريقه حاجه تيان ايزيكزيست هادو كاين تما خذنا كيف المسجد الاقصى سي كوا ستروك هاد اللعيبه ديال انا اول مره كنسمع هاد اللعيبات كتقول لي سافا با كوا 75 عام هادي راه قبل ما بوك يتولد راه هذوك الناس راه كانوا تحت الحصار. سيدي امين ماشي مشكل ديالهم، مشكل ديال على الاقل ديال والديهم، مشكل ديال المدرسه، مشكل ديال فوالا. يعني هذا هو الحوايج. دابا انا كندوي دابا على القضيه ديال مساله ديال تحملتي المسؤوليه. لا فوطا كي لا فوط راه غنديماريو كي قلتي من المدرسه، غنديماريو من الاعلام، غنديماريو ما تجبدنيش على الاعلام اخويا امين، لا بلا ميعاد. عاود خوتك اصاحبي جالسين تيتفرشخوا ليله نهار وانت كدير وبنادم ما باغيش يفك مع هذيك السهره ديال الجمعه والسبت. لا حول ولا قوه والله لا يدمي حتى هذه لاحظت والله القسم. ما انت والو، انت كتجري لك في المخ ديال العظم خصني ندير نهار السهره نهار السبت، ودير سهره فمثلا الونور ديال خوتك ليه، وجبد فيها شي حاجه مثلا ديال الاغاني اللي كانوا عندك هنا فيك الفيس، ودير زبد على الاغاني اللي كانوا هنا مثلا ديال مجموعه من المجموعات اللي كانت كتغني على قبل القضيه الفلسطينيه. دوزهم كتكون عندك موبقه كحله كتجي كدير لها تيليطون 24 اور وانت جالس كتجمع لها في الفلوس وتجي القضايا الكبرى وقلنا الكمانجه. المهم ما تجبدنيش بقاش بدا امين ولا كيكل شيء منك انت. امين ديما كيجبد السلاح، ديما كيجبد السلاح. الله ينور. فقلنا انتيليكتويلمون تفاعل مع القضيه هو انني قلنا البورسونتاج وقفنا في البورسونتاج ديال التفاعل. واش فوالا انا تفاعلت مع المساله ايموشنيلمون، نتفاعل معها انتيليكتويلمون. كيفاش نتفاعل معها انتيليكتويلمون؟ هو انني نعرف بعد القضيه، نتعلم شنو طاري. دابا الحمد لله اخر مشكل ولا عند الناس عموما وعند الشباب على وجه الخصوص هو انهم يوصلوا لانفورماسيون المعلومه كليك صافي با غير يتورك بصبعك لانفورماسيون عندك. ندخل نقلب اخويا شنو هي ليستوار ديال لافير باليستينيان، كيفاش جات هذه القضيه هذه، وعلاش نايض الصداع على المسجد الاقصى، وعلاش هذه، وشنو هو الاصل ديالو، الاحاديث اللي وارده فيه، شنو تكلم عليه الله عز وجل في القران الكريم. نعرف بعد القضيه اي بي بار لا سويت ندوز عاوتاني لا فاز الاخرى. تعلمت خصني ندوز. والله يجعل تقول لي العيبه وانا راه ما عنديش اون اودينس مثلا كبيره، ما عنديش ان اوديتوار مثلا كيتصنت ليا. شحال عندك من واحد كيتصنت لك؟ 5 اللي كتبوبلي شي حاجه كيجي 5 كيكليكيو على جال، يعني 5 شافوا البوبليكاسيون ديالك. دوي مع دوك ال5. وعلى فكره انا ملي عيطت لك بغرض اننا غنهضروا في القضيه. قلت لك احسن واحد غيهضر معايا في هذه القضيه هو انت. انا قال لي الراي ديالي انك انت احسن واحد، وفي ظهر الكاميرا انك وافقتي زعما ما بعتيش شبابك غالي. انت شاب انا قدك راه بعدا لا انا العمر ما بعتيش شبابك غالي. قلتي لي وي نجي ومرحبا واعتز بصداقتك واعتز بمعرفتك. دابا قلنا ان هذاك السيد اللي عرف عاد واجب عليه فرض عين انه يبلغ، انه يدوز يبارطاجي ويبلغ. كيفاش يبلغ؟ تبلغ هو انه اول حاجه لافير خصها تبقى حيه عند الناس، لان هضرت على واحد الكلمه مهمه قبيله ملي كنا في قبل ما نبداو التورناج، هو ان بنادم افيك لو طون تيولف كيطبع مع الامر. نعطيك مثال بسيط وقريب للمغاربه وما نمشيوش فيه بعيد. الزلزال ديال الحوز وتارودان توزان، شكون اللي باقي كيهضر عليه دابا؟ شهرين شكون اللي باقي يهضر عليه دابا؟ انسوا. وكأن عباد الله صافي راه الدوله راه صوبات لهم داك الشيء، ولات عندك نعم سيدي تما المدينه الفاضله وسير غتلقى القدرون. والله العظيم الا عما زادت تزيرات عليهم الوقت. لان الوقت في الاول كان الامباكت الكبير ديال الخلعه والزلزال وكذا، اما دابا راه الدوام دابا وراه صبات شتي وعباد الله راه الناس شافوا والبرد والشتاء والناس في الصنقه والقضيه عندهم تترون. شكون اللي كيهضر؟ والنهار كيقصر والليل كيطوال، يعني الضوء ما كاينش. وهذا الشيء كله عباد الله غادا تخلصوا من جلدها. علاش؟ لان بكل بساطه عباد الله ولفات. لان سيدي ياسين دابا راه حنا نقدر نقول
ما نحكمش ولكن نقدر نقول الراي ديالي، هذا راي اننا عاطفيين، العاطفه كتغلب عندنا، لي زيموسيون كيحركونا، ولكن باش نطلعوا من لي زيموسيون نيو كورتكس فرونتال اللي كيعطينا الراي وكيعطينا السداد ولا لوجيك وكذا، هذاك باش تميزنا داك العقل اللي ميزنا به الله سبحانه وتعالى، ما كنخدموش به، كنخدموا بالعاطفه. الاسبوع الاول الاسبوع الثاني العاطفه، كلشي كيبكي، كلشي كيصيفط السكر، كلشي كيصيفط الحوايج، كلشي كيتحرك، ولكن في الدوام باش نديروا خطه عمل في الدوام صافي دابا نسيناهم وكل واحد داز المشاغل ديالو. اللي كاين دابا هو انه رجعنا للهضره اللي قلنا النهار الاول، هو انه هذوك لي زاسوسياسيون اللي كانوا كيتحركوا مع دوك المناطق قبل من الزلزال وهما اللي باقيين دابا تيتحركوا مع دوك المناطق، حيت هذوك هما اللي كي قلتي حاطين خطه ديال العمل وغاديين عليها. القضيه الفلسطينيه والتعريف ديالها للناس الى اخره خصو يمشي بهذا الشكل هذا، الطريقه ديال انه ما خصهاش تطفى. لو بقاو الناس تيتكلموا على الزلزال وكل شويه المؤثرين تيخرجوا ويقول لك لا راه الناس باقيين مقصحين، راه سميتو كذا، الناس باقيين مقصحين كذا، غتبقى القضيه فايقه عند عباد الله والناس غادي يبقاو غادي متبعينها. راهو هادو هنا عباد الله تبعوهم، نسات لافير. اللي كاين عندنا هو انه خاصنا نعرفوا الناس بهذه القضيه، غير هو القضيه ديال خوتنا اللي من كوبيل في المناطق، جبنا ليكزامبل مثلا ديال المناطق اللي ضربها الزلزال، هذه محدوده في الزمن وان شاء الله تعالى امورهم تقاد. لكن القضيه الفلسطينيه هذا تاريخ، هذا غادي معاك، هذا غادي معاك الى ان يفتح الله عز وجل في هذاك القنص ويتحرر هذيك البلاصه، بمعنى انه ما عندناش الحق اننا نبردوا. وجاب الله عز وجل هذه الفرصه هذه اللي عاود حياه هذه لافير هذه، اننا نعاود نشدوها هذه المره، نشدوها بشكل كي قلتي معقلا، ونديروا لها خطه عمل ونمشيو عليها. سيدي ياسين مرحبا حبيبي. بدنا لك بعد العصير، جبنا لك العصير الاصفر، الله يكبر بك. داش الاحمر دابا الاصفر بالصحه والراحه، الله يبارك. بغيت منك توجه الكاميرا وتقول لنا 3 الخطوات باش نساندوا خوتنا اللي تحت القصف في الاحتلال ولنصرة القضية. شنو هما 3 ولا 4 ولا اللي ما جاتت به قريحتك والذي ترى عين الصواب باش أنا نتضامن مع القضية ويكون تضامن ملموس في الأرض، في أرض الواقع، باش ما نحسش بداك العجز وما نحسش بداك الظلم وما نحسش بداك الهوان، داك الضعف والهوان. أشنو ندير؟ هو اللي كاين زي طريق دابا. طبعا احنا ملي كنتكلموا مع عموم الناس اللي بحال شكلنا حنا، يعني ما كندوش مع ناس اللي في لا بوزيسيون مثلا ديال عندهم مثلا بوزيسيون بوليتيك، مثلا ما كنخاطبوش مثلا الناس ديال البرلمان، والا هذوك الخطاب ديالهم بوحدو تقول ليه انت في البرلمان على الاقل خاص القضيه خاصها تجبد وسط البرلمان، تطرح اسئله شفويه على وزاره الخارجيه، على كذا على كذا. واحد مثلا انتربرونور عنده مثلا اون شان مثلا ديال هادشي ديال الدقيقه ولا الماكله ولا كذا، كتقول ليه انت مادام عندك علاقات على المستوى الدولي وكتجيب لي مارشي من برا وتدخل وتخرج، عندك عليك الواجب انك تسول كيفاش كاين الامكانيه نوصل. مثلا دابا حنا كندويو على عموم الناس اللي بحالنا حنا اللي ما كيقول لك اودي انا اش في الدين ندير، لا انا وزير، لا انا مستخدم، سميتو ايتوديون، طالب، انسان عادي. كتقول ليه اول حاجه كما ذكرنا، اول حاجه الواجب عليك انك تعرف على القضيه، خاصك تعرف شنو هي القضيه المقدسيه الفلسطينيه باش نعرفوا اشنو طاري لخوتنا تما. هذه وحده. المساله الثانيه ان تعرف الناس بهذه المساله فعلى حسب البوديوم اللي عندك انت. غتقول لي انا ما عندي لا ريزو سوسيو، ما منخرجش في هذا الشيء، عندي الحدود ديالي في العائله، عائلتك دوي معاها على هذه المساله هذه. غادي نجلسوا غنعمروا بريليت ديالاتاي، غنتلاقاو نهار الاحد، غنجمعوا مثلا الى اخره، عندنا مثلا واحد ساعتين المكان نجلسوها. الله يجعلك حبيبي ما تخصص لهم غير واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه ديال المكان، هضر مع عباد الله في هذه المساله هذه. المهم تبقى القضيه حيه، جمع وليدات ديال العائله، تكلم معهم، اعطى الله ما يدار فيما باب التعريف. المساله الثالثه داك السلاح اللي ما تيردوش ليه الناس بزاف البال، بل كاين فيهم اللي تيحقروك يقول لك اودي راه ما غادي دير حتى شي حاجه، وهو انه انت ملي غادي تبدا تتعرف على القضيه اوتوماتيكمون غادي تتعرف على مجموعه من الشركات الكبرى العالميه اللي داخله لك مع عظامك، وهي في نفس الوقت كتدعم الكيان الصهيوني. المقاطعه، انا نقاطع صاحبي. الغريبه سيدي طريقتك، انا كنت كنتكلم مع واحد الصديق في القضيه هذه، قلت لي راه الغريب هو انك وليتي دابا مضارب مع الناس تحاول تقنعهم انهم يقاطعوا شي حاجه اللي هما ما محتاجينهاش اصلا، واللي كتضرهم في صحتهم من باب يعني صعاب الحاله صاحبي. دابا في الحال وصلنا لواحد الحاله اللي صعيبه شي شويه. شتي مازال تقول لي راه مثلا نعطي غير مثال،
الشركات ديال الدقيق هما اللي كيدعموا الكيان يعني. القضيه ماشي هكذا، ولكن حنا غير نعطيو غير مثال. لكن الدقيق بالنسبه لنا حنا سي ان دونري دو بروميير نيسيسيتي. بنادم ما يقول لك كي غندير اخويا كاين باش نطيب باقي ما وصلتش لذاك النيفو يقول لك حكاره الدقيق الابيض والخبز راه كذا باغي. لا بروميير نيسيسيتي كتقول لي ساعات ولا. لكن انا مناضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المناضه الصودا مناضه السكر والصباغه البرجر اه تمخلي الماكله ديال امك مزيناتها وتقول لي العيب ما نقدرش نقاطع البرجر بزاف. تقول لي ما ولفت هذاك ماركه القهوه ماركه القهوه. والله خويا طارق الى بشهاده الناس اللي كنعرفهم حريفيه ديال القهوه. كنقول لك حريفيه ديال القهوه، حريفيه يعني سون دي زارتيزان ديال لو كافي. عندهم كيقول لي والله العظيم اخويا ياسين الا ما فهمتش عباد الله هذيك القهوه اش كيمشيو يديروا فيها. قال لي شي تاخذ شويه ديال الماء الجفاف ودير فيه السكر. قال لي يطلع لك احسن من هذاك التابله اللي كيشرب. البراند لا مارك. علاش كي قلتي البراند انا راني جالس انت افيشه باللي راه هز هذاك الكوبلي اللي فيه كذا العلامه خوتك تيموت وانت جالس كتافيشها. نقاطع اسيدي هذه المسائل وتولي عندي هذه ان كولتور. مساله ديال البويكوت خصها تولي عندي ان كولتور نون سولمون على قبل مثلا لاكوز باليستين ماشي على قبل القضيه الفلسطينيه فقط، لكن على قبل المساله الجانب الثقافي الجانب الهوياتي. انا اللي ما نتدخلش هاد المسائل هذه الواحد وكيقول لك لا راه كنقول لي شوف ملي غادي تبويكوتي انت واحد البرودوي اللي كيدعم خوتك راه هذاك البرودوي وحده في جوج. اما غادي يحس بالتقصيحه وغيقول لك انا خويا كنقلب على الفلوس وكاين شي تجاذبات سياسيه كبرى هي اللي دفعتني كتقول لي سير دعم هادوك. ملي خويا القضيه داخله فيها فلوسي يتجاذبوا ولا ما يتجاذبوش انا نحبس اخويا الدعم وديك الساعه هذاك الشيء اللي بغينا. اما هما ايديولوجيا منخرطين في هذيك المساله وفي هذه الحاله غادي يوقع لهم افلاس في البلاد عندك انت غيزقلوهم ويزيدوا يخو من عندك انت. يعني انت رابح في هذيك لافير. فكاين عندنا يتعرف الانسان على المساله يدعو اليها ويعرف الناس بها. ثم السلاح ديال المقاطعه غير هي المقاطعه تكون مقاطعه كنقولوا حنا معقلها ما عندها حتى معنى تخرج لي اون ليست في 148 برودوي وكتقول لي سقاطع هادو. راه قد ما كثرتي لا بانوبلي ديال لي برودوي اللي خصهم يتقاطعوا قد ما عباد الله كتعكز عليهم. يا سيدي انا عندي ممكن نشوف غير كومبيست ممكن الواحد يشوف مثلا البي دي اس مثلا الموفمون ديال البويكوت حاطين على الاقل مثلا واحد 5 ولا 6 ديال لي برودوي فار كبار. هادو بعدا ما نقربش لهم. وملي غتجي تقلب اخويا طريق وانا متاكد انك توسع من ضربتو طليله لهاد المسائل هذه هاد لي برودوي هادو ما كاينش فيهم ان برودوي اللي الانسان محتاجو في حياته. اكزاكتومون هادشي اللي بغيت نقول لك. ما محتاجوش الصودا البرجر ما محتاجوش ما محتاجوش السكريات بودره ليسيف سميتها المسحوق ديال التصبيغ كاين منه 500 صاحبي. وكاين ماركات مغربيه ممتازه ما في برشيد جي يا خويا نوض خدم منها كتربح انك تضرب واحد السيد في واحد الجهه اللي كتضرو كتهز الدق على خوتك تتساهم بشي حاجه. وهذا الاحساس ديال انك درتي واحد المساله طبعا حنا راه تكلمنا على ان هادشي كله كيتشابوطا بالدعاء وباليقين في الله سبحانه وتعالى. هاد المسائل كلها ملي كاين الانسان تيديرها كيولي واخا يتبع لافير لان ما كنقولوش الناس قاطعوا ما تتبعوش القضيه تبقاوش تشوفوا الصور لا تبع انسان غير لا يكثر ما تحولش للقضيه الفرجه. شفتي داك الدري اللي تضرب انا لا شفتها هذه البارح سي با سبيكتاكل باش تقول لي لا راه شفتو البارح ولا شفتو البارح نتفليكس فوالا كنقول العيبه ديال بحال قلتي السيزون 1 لا تفرج في السيزون 1 بقى دابا ندوزو للسيزون 2 لا راه شفتهم بجوج ندوزو لا شوف تبع الاحداث. لكن ملي كتبع الاحداث وانت درتي واحد لو جيست هذا كفيل انه تيخرجك من هذيك الحاله ديال الاكتئاب اللي هضرنا عليها كتولي كتمارس حياتك بشكل عادي. لان كون على يقين ازدي طريق وازدي امين. كاينين دوك مسامر الميدان اللي كيتسناونا في الدوره راه غيجي يدق لك على هاد الكويسه اللي قلتي لي راه بدلنا لك الاحمر وحطينا الصفر. كتهضروا على القضيه الفلسطينيه وتشربوا العصير شنو بغيتي نشرب السم ما ناكلش ما نعيش. شنو نهضروا على القضيه الفلسطينيه ونتلاحوا من السطح نقتلوا ريوسنا فاش نفعناهم في هذيك الحاله. لا احنا بغينا الناس انه يرجعوا الحياه الطبيعيه ديالهم بشكل واعي ما نرجعوش الحياه الطبيعيه ديالنا بشكل بهيمي خوتنا كيموتوا حنا ما كنديروا والو. لا ملي غتقاد هذه المسائل ان شاء الله تعالى غتكتشف باللي راه بالعكس غيولي من الواجب عليك ان حياتك تمشي فيها بشكل طبيعي نصرة لاخوانك. لان الاسلام ما بغاش منك انك تكون مدرب في الزنقه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وانت ديك الساعه نعم سيدي خدام وكتامل كتقول يا ربي واحد النهار يتفتح
على الاقل معبر رفح من جهه مصر او من جهه الشرقيه من الاردن ولا كذا. وديك الساعه الا تفتحات غنكونوا محتاجينك انت انك تدعم. انا ديك الساعه ملي غتقول لي لعيبه راه كاين شي فليسات صيفط، اما الا جلستي دابا ما مشيتي لخدمتك ما دبرتي على فلوس ما كليتي ما شربتي، ها هو تفتح الباب اش غتمشي دير؟ غنلقاك انا يلاه اعلم كاين اللي ربما دابا لقات تبلا بالكارو كاع هو باش نفعتينا انت قاطع الحبس المناضه باش تبلا لنا بالكارو. لا قضي غرض وقاف وتقاد الى اخره. هذا غير حيت عارف. لا فعلا كلمه اجت واصبت لحقاش من انهزاميه ان يوريونا ان ما في دنا والو، ما بيدنا ما نعملوا وحنا فاشلين، وتحس بهذا الفشل. ولا حسيتي بالفشل صافي راه الفيروس دخل ليك للدماغ ديالك. خاصك تبقى قوي وتبقى انك تمثل ذاك المسلم القوي اللي يؤمن بالقضيه ويدافع عنها. وباش تدافع عن القضيه خاص تكون عندك الطاقه، وباش تكون عندك الطاقه خاصك تمارس الحياه اليوميه ديالك. ولكن ما ننساش ان القضيه مستمره، ورا ماشي اليوم ولا غدا. ما خصناش نطبعوا مع هذه الاحداث، ما خصناش نعودوا نقولوا اما حنا دي كونسوماتور، خصنا نكونوا دي زاكتور، ما نكونوش مستهلكين للمعلومه ولكن حنا نكونوا فاعلين للمعلومه. سيدي ياسين راه قال واحد الكلمه مزيانه، المعلومه موجوده. المعلومه امتى كتعود مفيده؟ ملي كتعود معرفه. وباش المعلومه تعود معرفه خصها تمارس في ارض الواقع. وباش تعود حكمه خصني نعود نوصلها الناس الاخرين. هي هذه اللي خصنا نديروا مع القضيه. المعلومه نمشيو نقلبوا عليها من المصادر الصحيحه والمعلومه موجوده دابا. خصنا تعود معرفه انني ننزلها في ارض الواقع. الا فهمت شي حاجه وربي عطاني واحد الملكه انني نوصل المعلومه بالفرنسيه بالعربيه بالانجليزيه، ماشي مهم اللغه، المهم نوصل المعلومه ونبارطاجيها مزيان. واخا عندي 5 كيما قال، والناس دابا تبارك الله راه وسائل التواصل كتسيب الاف والملايين متبعين. اسمح لي سي طارق انا غادي نقاطعك. دابا هاد لي زانفلونسور والناس اللي عندهم اللي تيسترزقوا من يوتيوب وانستغرام، علاش ما تيجبدوش هاد القضيه هذه؟ لان ميتا توقف لهم الكونت ديالهم. الناس خايفه تجبد هاد المواضيع وتبارطاجي وتهضر، غيمشي له الكونت ديالو اللي هو خدم عليه ولا تياكل منه طرف الخبز. وما نقدوش نجيو في هاد اللحظه هذه الكونت ديالو اش تيدير به. مي لو ريتش ولاو تيتحكموا فيه دابا. ولا دابا تي دوز شي ميساج دوزو بواحد الطريقه غير مباشره باش يفهموه الناس. اما بطريقه مباشره وتهضر وتبارطاجي الفيديو الاول الثاني الثالث غتكون مهدد. وكاين الناس اللي شين ديالهم تياكلوا منهم طرف الخبز وخدامين بهم يعني ما باغينش يغامروا، ما باغيش يريسكي بلاشين ديالهم. هذا المشكل، هذا اللي قلتي، هذا المشكل يعني هذا اللي باني البيزنس موديل ديالو. ندخلوا في المقاوله. الباني البيزنس موديل ديالو على شي حاجه اللي ماشي بيدو، بحال داك السيد اللي كيدير الاي كوميرس وعنده واحد الكونت باي بال في امريكا. هو باش كيتخلص باي بال واحد النهار كيوصل عنده واحد المونطون مزيان، واحد 5000 يورو 30000 يورو في باي بال كتسدي له كونت وما عندك ما دير. مشات لك 30 مليون وما بقى عندك ما دير. يعني واحد البيزنس اللي مبني على شي حاجه اللي هي فولاتيل متطايره ماشي ثابته. يعني انا اللي بنيت البيزنس ديالي لاشين ديالي ماشي على ما بيرسون، هكذا ما بيرسون كيما بنيت راسي نقدر نعاود نبني راسي. لان انا ما درتش شي حاجه اللي درت شي حاجه نص للقضيه. انا الصوت ديالي كمثال، انا ما جو سوي با انفلونسور في هذه الدرجه، ولكن الصوت ديالي مسموع. راه كيما بنيت الطريق المليح هكذا، راه انا هو نفس الطريق المليح. اللي بغى يسدوا لي هذا الكونت غدا نخرج لهم في تيليجرام، غدا نخرج لهم في ويشات. يعني الكونتوني هو انا مرتبط بلا بيرسون. وهذه ما خصهاش تكون انا الراي ديالي، هذا رايي زعما ياخذوا ولا ما ياخذوش داك السيد شغلو هذاك باش يتحمل مسؤوليته. الراي ديالي كيما بنيتي راسك وعندك واحد المصداقيه وعندك واحد الشخصيه وعندك واحد العلم ومعرفه اللي كتوصل وعندك طريقه التواصل الزوينه، يسدوا لك هذا راه ما غيحيدوش لك الاكسجين. راه ربي اللي كيرزق ماشي هذاك ميتا. اش كنا حنا عشنا قبل ميتا؟ انت عشتي قبل فيسبوك وميتا وتويتر كلشي. اش كان واقع لنا كاع زعما ما عندنا والو. كانت حياتنا افضل يمكن. والله الا كانت حياتنا افضل وكنا عايشين واحد الستابيليتي في دماغنا احسن من دابا. كان عندنا واحد التركيز وكان عندنا واحد الحضور وما كناش متبعين في سواقات الناس وما تابعينش الناس وما كانش عندنا ديك التعقيبات ولي كومونتير الخاويه وما كناش حمر عسل وما كناش. وكانت الشخصيه ما كانش بهذه الهشاشه ديال وما كانش الشخصيه بهذه الهشاشه وما كانش عندنا التباهي.
ما كانوش الامراض النفسيه. صحيح. الامراض النفسيه الامراض ونشر العقد النفسيه. نعم. هنا هضرنا في القضيه وشنو نديروا. كاين السؤال، اسمح لي سيدي طارق، القضيه اللي تكلم عليها سيدي امين مهمه جدا. انت خايف على لاشين ديالك، انا غمض عيني وندوزها بشريبه الماء. والا راه كاين دي كونتر اكزومبل، مثلا بحال ابو فله داك الجيمر مثلا اللي معروف، راه لاشين ديالو راه فيها ما عرفت شحال من مليون. راه كنهضروا على واحد لو شيفر كان كبير. باسم يوسف، عرفتي باسم يوسف؟ قال لهم غرامه المشكل ما كاينش، قال لهم طير لاشين بالملايين اللي فيها، علما انه زعما راه السيد راه ماشي ينشر شي محتوى زعما اللي غادي يستافدوا منه الاجيال. جيمر هو اللي فاش كان دار ديك قال غادي نجمع داك المليار في ديك 24 ساعه اللي غادي نبقى فيقار مع 36 ساعه، والملايين عندهم ديال المتابعين الى اخره، وخرج وقال لهم غندوي على القضيه الفلسطينيه. ولا ضربوا هاد لاشين قال لهم في القضيه الفلسطينيه والاجر كله عند سيدي ربي. حنا كنقولوا الناس ماشي كل شيء كاميكاز. الخوف من الخوف هو اشد من الخوف. الله يرضى عليك. ولكن اسمح لي دابا راه وليتي تبريزونتي راسك بشحال عندك من لايك، شحال عندك لا هذا مشكل. هذا مشكل تترزق من هذا الشيء، تسترزق تاكل طرف الخبز. يعني لكن حتى الحياه ديالي هو اللايك، يعني انا حياتي مرتبطه بالاخر، ما بقاش حياتي دي. لكن هذا اللايف هذا اللي غنديروا دابا ولا هذا البودكاست اللي غنديروا دابا، تصور يجيب لنا حنا 10 لي لايك، يلا واش غنديبريميو حنا؟ هذوك 10 الناس اللي كانوا لايك متفقين معنا، اش بغيت تقول لي؟ ديبريمي الغالي. ديبريمي ما غنديبريميوش. علاش؟ لان حنا اللي علينا هاد الجلسه هذه اللي هي في هاد الجلسه لا بريز دو كونسيونس درناها هنا. حنا قلنا واش كتقول اخويا طارق؟ كتقول ليه ولكن الا كنتي اونغاجي فعلا كتقول لا انا راه خايف على لاشين، كنقول ليه واخا كي قال سيدي امين خبزك هو هذاك، خايف على لاشين الله يسهل عليك. لكن الا كنتي فريمون اونغاجي راه كاينين طرق باش تكونتورني لي زالغوريثم مثلا ديال الميط. نعم. مثلا ما تجبت لا خديتي مثلا خالد النجار راه معروف اللي كيدير الصوت وكذا، كيدير دابا دي سيكونس فيديو تيهضر فيهم على القضيه، ما كيجبدش الكيان الصهيوني بسميتو، ما تيجبدش كيقول القضيه ديالنا انت راه فهمتي راه هي القضيه الفلسطينيه، كيقول لك كيقول القضيه الشرق الاوسط، كيقول لك الغاصبين انت راه فهمتي شكون ها هو دوز لافير وها هو تكلم عليها. القضيه مثلا ديال لي ستوري، انت عارف مثلا واحد 4 5 ديال لي ستوري الا كانوا كلهم مرادفين على القضيه غادي يطيحوا لك مثلا الريتش، او اللي يقدروا كاع يضربوا لك لاشين. كاين دراري كنعرفهم كيدير جوج ديال لي ستوري وكيدير ترول ديال الضحك ما عندوش علاقه، وكيكتب تحت منه كيقول لك هذا علاقه بالخوارزميات بحال هكا كيكتبها، كيقول لك هذه النكته هذه علاقه بالخوارزميات راه معنا بها غزه ولا شي حاجه تكتبها بزاد. مثلا كدير مثلا غزه كدير الغين بالعربيه وكدير الزاد باللاتينيه ودير 3 نقاط وتكمل. يعني الا بغيتي شوف اللي بغى غيلقى لها تخريجه، لا كنتي فريمون باغي ومآمن بالقضيه غادي تلقى لها تخريجه. ولا كنتي خايف من الخوف هذا اقبح، عذر اقبح من الذنب. نهضروا شويه على التاثير والمؤثرين، انا كيعجبني الموضوع دابا في هذا عالم الافتراضي الفيرتوال ماشي الحقيقي. بزاف دابا المؤثرين ديال، ما رايك؟ ما عمرك سمعت كتهضر لي عرفتي دابا انا جبتك اليوم غنجبد منك داكشي اللي ما كيجبدوش منك الاخرين، ولكن كيبقاو يسولوك في داكشي، غنسولك انا داكشي اللي ما داكشي هاد لاشين خاصها طير، هاد لاشين خاصها بالبركه ديالك، هاد لاشين خاصها طير، خاصها بارك ملاوطات. حنا بغينا نعاودوا من الاول، غنعاودوا نعيطوا ليك. لا غنعيطوا لك لا انت غادي نوليو نستغلوا طيحتي لنا لاشين السبب وانت خلصها. ما نجحناش لان انت هو السبب. المؤثرين وهاد لي زانفلونسور، ما رايك يا اخي؟ ما عمرك هضرتي في هذا الموضوع؟ يمكن ما رايك؟ ما ديجا كلمه المؤثر ما من نهار عرفت النهار الاول ملي كنسمع انا كيقول لك حق لي زانفلونسور، حتى انا راك بان حنا شي بانيين اخويا شادين شويه مع الوقت الى اخره بحسب حكم المهنه ديالنا وكذا، لكن شي حويجات حتى كيبداو يطرطقوا عاد باش كنسقوا لهم حتى حنا الاخبار، حنا ما حليناش علينا في هذا الشيء، ما كبرناش حلينا علينا في الواقع ديني فري. المهم التريزور العمود السلك هذاك ديني فري. انا دابا كنجري وجريت الماراطونات ولا 30 ماراطون في 30 يوم من اجل مرضى السرطان. اي كنتبعت هذيك الخدي اللي كنتو درت. منين جاتني الجري، جاتني اقسم بالله من ديني فري. كنت انا احسن واحد في الدرب كيجري، لا جريت ما كيشدونيش وما كنعياش اليوم، كنبقى نجري صافي لا هربت ما بقاش من تما عرفت راسي راني كنجري مزيان، من تما صافي شديتي الخط دخلت الماراطونات كل شيء من تما عامل اللعبه من هذاك التقشاب ديال الدربي الى اخره هو اللي كان كيدفع الدراري وكان كيديروا بزاف ديال لي سبور وكان سميتو الرياضه المدرسيه. المهم هذا الشاهد بديت كنسمع كيقول لك حكا راه كيعيطوا لي زانفلونسور،
قلت شنو هما لي زانفلونسور؟ واش ناس انا ما نكتبش عليك، انا كبرت لابريونسيون ديالي كنقول لي زانفلونسور الناس راه عندهم ان كونتوني د الفريح وعباد الله تيتاثروا بهم. مشيت نقلب اكتشفت انه بالنسبه للناس اللي كيديروا هادشي الماركتينغ كيقول لك خصنا نقلبوا على لي زانفلونسور باش يلونسيو لينا البرودوي. قلت ليه شنو هي انفلونسور؟ اش كتقصد بانفلونسور؟ قلت ليه راه تقدر تلقى واحد السيد عنده 10 ديال الوليدات كيتكلف بهم مثلا كل 6 موا ومن بعد كيبدل هذاك الجروب كيخدم معاهم حاجه اخرى. استنى لي زانفلونسور انا انفلونسور كتقول لي واش هادشي اللي قال لك انفلونسور هي عنده اكبر من او يساوي 10,000 واحد في الكونت متابعين. هذا راه نانو، راه في التعريف ديالهم كيتسمى هذا نانو 10,000 راه نانو. كيقول لك 10,000 واحد هو نانو انفلونسور صحيح. كيقول لك ابارتير دو قلت ليه كيفاش زعما؟ قلت ليه ويلا كانوا دوك 10,000 داخلين عام قايدين وصافي. قال لي كتعتبر انفلونسور. قلت لي ناس كان كلمه قلت لي نقولوا شي واحد عنده 10,000 سمي عطوهم انه مثلا بحال مثلا 1000 اوكتي كتسميها كيلو اوكتي، 1000 كيلو كتسميها ميجا. قلت لهم عطوهم شي سميت بحال هكا مثلا جيجا فوالا مثلا ان ديكايست مثلا 10 كا يعني فيه 10,000 واحد. قال لي لا، قال لي سميتهم دي زانفلونسور. قلت لي انفلونسور؟ قال لي حيت كيأثروا على الرأي العام. ليه يعني سواء ايجابا سواء سلبا. قال لي ما كيهمش في هذه القضيه ايجابا ولا سلبا. قال لي ديما ما كان عندهم واحد الناس بزاف فين ما كيحطوا شي حاجه عباد الله كيدخلوا يطلوا فيها كيقول لك هذا هو الاوبجيكتيف اللي عندنا. قلت لي يعني بحال هذاك السيد بحال البانو دافيشاج. قال لي بحال داك السيد بحال البانو دافيشاج غير هو كيوصل لنا الانفورماسيون لاكبر عدد ديال الناس وهو متحرك. البانو دافيشاج فيكس دونك بالنسبه لنا حنا رابحين معاه هو اكثر ما رابحين مع البانو دافيشاج. بطاعنا كتجمع الدبان، بطاعنا محطوطه في الزنقه جامعه الدبان. المشكله هو انه الناس اللي انت تبغيهم يكونوا فعلا دي زانفلونسور وكتكون عندهم واحد الشعبيه وكذا لكن كيتوضروا وسط هادشي كامل. دونك الدري مثلا لو جون اللي حنا بغينا ناثروا عليه بوزيتيفمون على ما يوصل داك السيد اللي هو مزيان تلقاو ليه واحد 500 ديال قطاع الطرق من هاد اللي بايعين وجههم اللي بايعين العراض ديالهم اللي يتاجر الجسم ديالو الشرف ديالو ما عنده اشكال حتى ان وصلنا للحضيض ديال الحضيض اللي عقلتي هذه تقريبا شي عام دابا فاش كان ناض الهرج على شرف الله مقامكم مقام السامعين. السيده اللي كتصور راسها وهي كتقضي الحاجه ديالها في المرحاض يعني هي والزوج ديالها صافي يعني مادام شي واحد شاد لها التليفون اذا راه كاين عند داك اللي مع داك راجلها بمعنى انه وصلنا للحضيض ديال ماشي البهيمه والله العظيم الى واحد المجموعه ديال البهائم سيدي طارق ما تديرش هذا الفعل ما تديرش هذا الشيء ما كي قلتي المش راه يمشي يقلب على بلاصه اللي خاويه تيحفر تيسد كيبقى يتاكد باللي راه ما طالعاش الريحه هذا لا هذا الخبات ديالك انت تتصوروا مباشر وتتصدروا لعباد الله لهذه الدرجه انت عبد ديال هذاك الدرهم اللي غيطلع لك من ديك اللايك ولا من داك البارطاج. هادو كيقول لك اودي هادو مؤثرين. ان بنادم تيخرج لينا مثلا ان الطوندونس انني نكون جالس مع الوليد ونجبدو بشي طريقه اللي تخليه يخسر الهضره ونصوروا هذا تا هو ولا سيدي مع المؤثرين. ان تجي وحده اللي فاشله في حياتها الاجتماعيه بجميع المقاييس ورمز ديال نشر الفساد كتولي دايره بث مباشر تولي 2 جور ولا تولي 3 جور تتنصح العيالات شنو خصهم يديروا في علاقتهم الزوجيه. صافي راه خلى الاخر نقولوا الكره الارضيه تحبس بغيت نهبط وكملوا نتوما انا ما بقاش عندي فين نزيد لا بركه ما بقى صافي ما بقاش عندي كملوا نتوما الله يجزيكم بخير. سالينا كانت واحد الكلمه الله يرحم عليها الشيخ ابو النعيم كان كيقول لك اودي راه نقدر نعيش في واحد المجتمع يحكمه المجرمون. قال لك ممكن علاش؟ قال لك ما بغى يكون داك نوع المجتمع غربي شرقي في افريقيا في استراليا كيقول لك هذيك الحكومه طارت عندها 50 سنه المكانه غادي يجيو انتخابات وغادي تمشي في حالتها. قال لك ولكن يصعب جدا انك تعيش مع مجتمع مجرم. اذا ذاك المجتمع لاصق فيك ما كاينش انتخابات ما كاينش 50 غنتخب على جيراني نبدلهم ما غنجيبوش الشعب وحده فتجيب الشعب وحده الا الشعب اللي معاك مجرم راه مصيبه بحال كيقول لك جمع الباكطاج ديالك ودق على سلامتك. مزيان ملي جبتي هذا الموضوع هذا هو ان اللي كنلاحظوا ان منظومه القيم اللي كانوا عندنا حنا كنا كنمتازوا بهم كمغاربه. انا كبرت في واحد الدرب الدار ديالنا بحال الدار ديال الاخرين اللي ما عندوش الملحه اللي عنده كامون اللي عنده مشاركين كل شيء وكل شيء كيربي في كل شيء وكل شيء كيتقاسم الافراح والاقراح كل شيء مشاركين عرفتي عائله كبرنا كاخوه في واحد الحي
اللي هو كان حي كبير جدا، حي شعبي وحي كبير، وكنا عايشين مع بعضياتنا. دابا عندنا في عماره وحده والباب قدام الباب، لا سولتيه على السميه العائله ديال داك اللي قدامه ما كيعرفهاش، ما يعرفش اشنو وقع عنده وشنو كيدوي معاه. وممكن انك دير المبادره انك تدوي معاه، ما باغيش يدوي معاك، ودوي معاه المره الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه وتقول لي السلام عليكم. وانا كمثال لا شافوني كاع الجيران ديالي، شحال من واحد كنقول لي السلام عليكم كيقول لي زعما ما كيروش لا السلام، تقيل هذيك السلام عليكم زعما بلا ما تبقى تعاودها ليا، زعما ما تقرب ليا ما تسل. وحنا عاد تلاقينا في الدروج. ما تيدويش معاك بحجه، ما تيردش السلام بحجه انه باغي تيقار، زعما ما تدويش معايا، ما لا باغي تيقار وما باغيش مشاكل وتيبعد منك بذاك الطريقه، ولكن هو ما تيرد السلام، ما كنروش السلام وكيقول لك زعما ما كيقولش وعليكم السلام. لا لا لا. وانا ما طالب صح حاجه زعما تلاقينا في الدروج من الحكم اننا جيران وعرجار على رجارو يقولوا السلام عليكم. يعني هاد القيم فين مشاو؟ هاد القيم ما لي موديل دو كونسوماسيون تبدلوا سيدي طارق، دوكو اوتوماتيكمون لا ستركتور ديال لا سوسيتي عندك انت تبدل. راك عقلتي راه بالنسبه للاخوه المشاهدين، راه كان كرمني الله في رمضان مع سيدي طارق، ودرت انا واحد البث مباشر في الحساب ديالو في الانستغرام. ممكن الخضره باقي مسجل، الخضره يرجعوا ليه. كنا تكلمنا على هذه النويطات ودوينا على ان لو موديل دو كونسوماسيون اللي تعطى للناس خلاهم ان ولا حتى الفكر ديالهم تبدل، لان انت تعطاك واحد لو موديل دو كونسوماسيون اوكسيدونتال، اما اوروبي ولا امريكي غربي، من حيث الحضاره غربي. نعم. فانت ملي دخلتي داك الموديل ديال الاستهلاك الغربي خديتيه باك، حيت انت راه ملي كتستهلك واحد المسلسل ولا كتستهلك واحد البرنامج، راه ما تقولش غتستهلك غير الكاركاس وغتبقى شغل. ملي كان عندنا داك السداري ديال الحلفه اللي مغطي بداك الطلميط ديال العنبه، راه كانوا خد تكفع عليها حتى يقرب المشكل، ما كاينش مشكل، سداري الحلفه غيطلع للسطح غيتشمش ومريضنا ما عنده باس. لكن ملي وليتي كدير نعم سيدي الماطله اللي يساوي الثمن، كتقول راه انا عيط على اختي نقول لها تجي عني، لكن ولادها راه غادي يرونوا لي الصالون. حنا بدينا كنسدوا هذه عائلتك، باقي ما دويناش على الجيران. اما تقول لي ولاد الجيران طالعين وما لقاوش امهم في الدار ويجوا يدخلوا عندي يتغداو وياكلوا وينقزوا هما ولادي ويطلعوا لي فوق السنادل، صافا با كوا. سلم على العربي خسر خبزه، سد اخويا داك الباب. والله العظيم ازدي طريق. انا جده الله يجدد على الرحمات، الله يرحمها. جده ملي توفات عند الدار ديال الخاله عندي في واحد الكارتي هنا في الدار البيضاء، من هاد الكارتي اللي ولاو ينجحوا لهم لي جون بهذا لو موديل هذا ديال سد عليا نسد عليك، موين ستاندينغ عادي. خويا طريق وسدي امين، انت هابط مثلا واحد النهار مع 7:30 ديال الصباح، انت ساكن في الطروازيام، هابط في الدروج مع 7:30 ديال الصباح، لقيتي لابارتمون ديال الدوزيام محلول وكراسه محطوطين، هذوك الكراسه اللي كتلقاهم كيتحلوا ديال الطريطور، كراسه محطوطين حمرين وقران مطلوق. بغض النظر على القضيه صحيحه ما صحيحاش، ماشي انا كندوي لك على الباك لقيتيه بحال شنو هي الحاجه اللي غطيح لك في دماغك؟ جنازه موت عند جيرانك. سالينا الموت عند جيرانك. شنو هي الحد الادنى ديال البشر؟ تعزيهم، تمشي تدخل سلام عليكم باس سميتو كذا البركه في راسكم. والله العظيم ازدي طريق الى هبط هو والمراه والوليدات وما تململش الرن، وغير حيت ابارامون تحرج لانه على ما يبدو نسى شي حاجه وطلع يجيبها وقال العيب. كان تخيل وقال مع راساته وبسلت طلعوا وهبطوا وطلع راه ما يمكنش هبط البركه في راسكم وزاد كمل راه درت الواجب زعما ياك اودي لاباس. ياك ما كتخيل راسك راه ملي غتسلم علينا نقول مزيان جابك الله حلينا الدار راه غيجيو عندنا الناس سميتو ولا ميزي ولا كبره فلوس ولا يا ودي غير الواجب. حنا كنتكلموا معاك على الحد الادنى ديال الواجب. هذا هو اللي كان كيميز الاحياء من قبل، حيت الناس كلها كانت عندها التليكوموند فيها بوطونه واحده اللي هي الموديل دو كونسوماسيون واحد كنا كناخذوه من ار تي ام. من بعد ملي بدا داكشي كيتنوع ودخل المكسيك على البرازيل على التركي على الهندي على كذا على نيتفليكس صافي ترونت ولا بنادم هنا ودماغه برا فاوتوماتيكمون ولا عايش واحد لا ديشيرور. هذيك لا ديشيرور هي اللي خسرت. من قبل كنا نقولوا الحي الشعبي كارتي بوبولير هو الكارتي اللي كيتميز بهذه القيم اللي هضرتي عليها بغض النظر على المستوى المادي ديالو. غنلقى في الريد شوسي واحد كيبيع الخبز كارم، وفي البروميي غادي نلقى واحد موظف من الطبقه المتوسطه، ونلقى في الدوزيام ايطاج واحد عنده جوج ولا ثلاثه المحلات ديال الثوب او لا مقاول كيبيع ويشري مثلا في لي زابارتمون، عايشين كلهم في كارتي واحد وكل شيء مداخل مع كل شيء. هذاك مول الخبز كارم ماهاش الهم العيد الكبير حيت هذاك مول الدوزيام غيشريه ليه
اولاد مول الدوزيام راه ياخذهم هذاك السيد الموظف كيخدم معاهم مثلا ديكور الى اخره على قبل انهم جيرانو. مي حليمه اللي في البريمير مرات هذاك مول الخبز كان راه كدير واحد العدس بالبصله، الدراري ولاد العماره كلهم تيمشيو هابطون ودايره القضيه هذا مع هذا. هنا بدينا كنسدوا، ما بقيناش راضيين انني نسكن في واحد الحي في واحد نوعيه معينه ديال الناس. دوكو لينا كنقلبوا على ان نفصلوا الاحياء على حسب المستوى السوسيو اقتصادي ديالها، وما بقاتش عندنا احياء شعبيه واحياء ديال الناس اللي عندهم اللي ميسوره بواحد الشكل كبير بزاف. لا، ولاو عندنا احياء متوسطه ماديا، احياء غنيه، ولات عندنا احياء فقيره. ولكن ومن تما بدات لا بروليفيراسيون ديال الاجرام وديال كذا. ولكن عندنا دابا احياء غنيه، ولكن راه بزاف ديال المتوسطين غاديين يسكنوا في ذاك الاحياء الغنيه. ملي تيسكنوا في ذاك الاحياء الغنيه تلقاو لا بار طالعه عليهم، لا ديال الدار لا ديال السنديك لا ديال الجيستيون، تيمشيو للطلاق. جبتي واحد الموضوع. نمشيو باك جدك، صرف انت نصرف انا، هذه الطريطه ديال الدار ديالي، الطوموبيله ديالك علاش ما خلصتيش كذا. انت يمكن تفريكونتي بنتي تيسولوك هذا الشيء بزاف، انا تنشوف هذا الشيء من البعيد. عندك معلومات على الطلاق؟ شحال دابا عندنا الطلاق؟ يمكن 450,000 في عام واحد 2022. 400 كل كيمول يمكن ديال مع من قبل كورونا وكورونا. لا كورونا كان فيها الطلاق بزاف. احنا راه اول دوله من ناحيه العدد ديال الطلاقات، مع اننا 40 مليون 36 40 مليون، ما عرفت الاحصائيات الرسميه، ولكن ما بين 36 مليون و 40 مليون. مصر فيها 110 المليون، ما واصله ل 112 الف حاله طلاق في 2022. شوف حنا راه ضاربين تقريبا بواحد 4 المرات. حتى كوفيد زاد، حتى كوفيد طلع له طو. كوفيد كان في مصر، ما الكوفيد كان عاد في المغرب. لا، حتى الكوفيد كان طلع له طو، والمحاكم وبزاف ديال القضايا كانت محبوسه، بحال تقول وقع الكيمول. وقع الكيمول هو اللي عطاه هاد لي شيفر هادو ديال 200,000. ولكن في نظرك علاش الطلاقات كثروا في المغرب؟ هذا موضوع زعما خصنا شي. لا هادو الطلاقات حيت الناس تتصور ايركات يبغى تمشي في بي ام. فهمتيها؟ بمعنى عندك الجهد ديال ايركات في المدخول، انت باغي تمشي بي ام، تمشي اكثر من القياس باش تعيش للاخر، باش تعيش للاخر وبتعيش للمظاهر وتعيش بان تلوك جود، تبان واعر، انت ومرتك وولدك تيقرا هنا وبنتك تدير هنا ودير. الناس حايرين مع لي زاكتيفيتي، وخلصوا على الدراري المدرسه حايرين مع لي زاكتيفيتي، خصو يديو الدراري يلعب التنس ويديو هذه. لحقاش كيصوروا، لحقاش كلشي دابا مبني على ولدي ديتو كيدير ليكيطاسيون، كيدير الفروسيه وعنده البوني ديالو، والناس تتقاتل. ولكن واحد الوقيته تيعمر الكاس، ملي تيعمر الكاس في الدار تيتفرقع. سيرتو في هاد الظروف هذه، لان الامور غادا وتتزيار، المدخول غادي المعيشه، التضخم المدخول غادي وتينقص. قضيه صعيبه شويه. حنا الناس كيهضروا على غلاء المعيشه وكيهضروا على التضخم، ما كاينش على التضخم، راه كاين التضخم ولا ستاغناسيون، والايكونومي كتسمى ستاغفلاسيون. سيستمون لي كومبوزي. ستاغفلاسيون يعني كيتقارن، لان الشوماج غادي وكيطلع، راه 6.2 دابا، راه كنفقدوا 24 الف فرصه شغل في كل عام. كل عام كنفقدوا، ماشي كنزيدوا، كنفقدوا 24. وحنا ما طاحش يعني كاينه الستاغناسيون وكاين التضخم، يعني الثمن كيتزاد وما كاينش المدخول وما كاينش الناس اللي كيجيو للمارشي دومبلوا باش يخدموا باش يديروا القيمه المضافه. هذا راه مشكل عويص كنعيشوه. ممكن بزاف الناس اللي عايش من اجل العالم الافتراضي ما كيشوفش هذا الواقع. دابا الناس اللي عايشين من اجل العالم الافتراضي ولاو عايشين بواحد المونطاليتي ديال على برا، ولات اي حاجه في الحياه ولات عندنا ضروريه، ولا عندنا الويكاند، العطله، السفر، راس العام، اوليجي، الصيف، والعيد الكبير مابقاش مهم. ما لاحظتيش القضيه؟ العيد الكبير عاد كيزابيو. العيد الكبير ولا غير داك متخلف، ما عرفتش. عقولها حنا المتخلفين، بقى لنا حنا المتخلفين. العيد الكبير ولا بعض الاحيان ما عرفتش مظهر بحال مظهر من مظاهر التخلف انك دير العيد الكبير وهذيك السنه. لا هو ماشي ولا بزاف تي ايفيتيو العيد الكبير. بداو الناس كيفيتيو العيد الكبير، الناس عاوتاني يقطعوا هذه الكلمه ديال ايفيتي، ولو بزاف ديال الناس يتفادون، ما تيعيدوش بحكم ان عندهم الضيق. لابارتمون ماشي ديال العيد، ديال شريك لابارتمون ما كانش ديال العيد، ديال التصاور.
والله كتجاوبوني لوط، عليك. فهمتيني. دونك حنا منين فقدنا الاصل ديالنا وفقدنا لي غاسين ديالنا والتمغربي ديالنا، مشى كلشي ومازال العطي يعطي. مازال جايه واحد الجينيراسيون اللي غتشوف فيها بزاف ديال هذه اللي الحوايج، الاعطاب. لان الاعطاب. هذه الجينيراسيون هي البرودوي ديال هاد الطلاقات اللي هضرت عليهم. الجينيراسيون اللي ما كبراتش في هذاك ليكيليبر ديال الاب وام، بغض النظر على نوعيه يعني انا حليت عيني، لقيت با وامي بجوج الحمد لله، واخا نلقاهم مره تيتساطحوا تستراغوا، ما كنهضرش على شي حاجه مثلا اللي كتوصل لدرجه الاهانه ولا انا كنمر مشاكل اللي كيوقعوا ما بين الدار. ثم كيبان لي الوالد والوالده دازت واحد يومين، هي شاده القرنوس ديالها من قنت وشاد القرنوس ديالو من قنت، ما دازت واحد يومين بان لي سي بون فهمتيني، لعيبه راه ضرب واحد ضغيمه ومدها ليها صافي ودازوا الحاجه. ودازت. انا اش كيدوز ليا كيدوز ليا اوتوماتيكمون ان كيلكو سوا لو بروبليم كونجوغال راه جو بو لو ديباسي لي باساجير. اما حليت عيني لقيت السلام عليكم عليكم السلام، كاين غير الوالده او لا كاين غير الوالد. سميتو بلاتي نهار السبت غيدوز عندك باباك غادي يشوفك مثلا واحد ساعه 5 ساعات لما كانوا. انا حليت عيني في هذا الشيء، صافي دير انه راه هما طلقوا قبل ما نبدا نوعى. اش داز لي انا في دماغي انه اول مشكل تصاطح معاه فوق الجره عادي جدا. دابا راه هادشي اللي كيوقع، هادشي اللي كاين. شهرين 3 شهور جو صافي. ديبلويي لو ميم موديل، غادي نعاود ننتج نفس النموذج. والله الا هادشي انا وياك كبرنا في نفس لا جينيراسيون. امير صغر منا بواحد 7 سنوات، انا وياك نفس العمر، وامين صغر منا ب7 سنوات، ما بيناش فيه. اللهم بارك مهيب علينا كيبان هو اللي كبر منا. مرحبا. وعلى الوزن الوزن لا الوزن المعنوي وحتى الوزن الحقيقي، وانه وزن ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. كنا كنشوفوا هادشي في ديك السلسلات الامريكيه اللي كنا كنتفرجوا فيهم، فيليسيتي ولا راك عقلتي كان كيجيو السبت الحد كانوا كيبينوا لك الطلاقات ومونوبارونتال وميرسي لي باتير. المشكله دابا انا عدت كنحل عيني، عاد ما كاينش فرق بين هنا وبين اوروبا وبين امريكا. لا ما كاينش فرق، ما كاينش فرق. ميرسي لي باتير عادي ولا ستاتيو عندنا عادي. ما عندناش مرت فلان، راه ولات عندنا ميرسي لي باتير ولا ستاتيو، وتيديروا دي زاكتيفيتي ديالهم بوحدهم ومورغانيزين في دي باج في انستغرام وفيسبوك ويوتيوب، وتيبارطاجيو لي زيدي تيجيش كونتر تيجيش باش من بعد غادي يولي عندك بكل بساطه يولي عندك ان ستاتيو ليغال، يعني يولي عندك واحد الاطار قانوني ديال هذه المساله، حتى انه ملي غادي تولي مثلا الناس كتدفع وتيقول لك مثلا الحاله مثلا العائليه ديالك ليطا مثلا فاميليا ولا ماتريمونيال، كنتي كتلقى سيليباتير اعزب ماريي تلقى ديفورسي ولا فوف. هذا هما 4 الحالات اللي كانوا. دابا غادي تبدا تلقى لا غيدوزو دوك لي كاز، تلقى في هذه الحاله مثلا فامي مونوبارونتال، غتلقى مثلا مير سيليباتير والله يستر تلقى اكس وتلقى الفابيطا وتلقى شي حروف عايش مع الفكرون ديالي ما والله ما نستغرب اخويا طارق، والله ما نستغرب عايش مع لا رب الارنبه ديالي لا الارنبه ديالي اون بو كاريكاتوري شويه، لكن راه والله العظيم شوف راه الا ما درناش باراجات من القيم لهذا الصهد هذا اللي جاي، راه والله حتى غتبدا تسمع هادشي. دابا راه في يمكن انت في التعليم وانا كندرس كل شيء، كاين دابا مقررات ديال بعض البعثات قالت لي واحد السيده ان فيهم بيغ بابا بي وكاين مامون ومامون بي يعني المثليه. هذا شيء عادي اننا نقرروا لولادنا، وهذا النشر ديالو هو وسائل الاعلام اللي داخله علينا بحال نتفليكس تدعو الى الشذوذ الجنسي. بزاف المسلسلات والافلام كيبينوا لك علاقات اللي تخجل انك انت والزوجه ديالك، ماشي انت والابن ديالك، انت والزوجه ديالك تشوفهم كتقول لا حول ولا قوه الا بالله. شي راه نطيروا العفانه والمراه اللي عندنا نشوفوا في هادشي. مازال اخويا طارق تقول لي القضيه ديال نيتفليكس، نقولوا سيت اون بلاتفورم هذيك اللي تصايبات عندها توجه ايديولوجي غادي في هذاك الخط، وعندك لو شوا بغيتي ديرها ما بغيتيش تابوني فيها ديزني الرسوم. ونيتفليكس ملي واحد الوقيته صافي بدات كديكلاري فهمتيني سورتو المساله متعلقه بالبيدوفيليا، يعني ديال الاشتهاء الاطفال الصغار من اجل الجنس، ستريبتيز ديال الاطفال الى اخره. الالاف ديال عباد الله مواطنين في الولايات المتحده الامريكيه ديزابوناو من نتفليكس،
علاش؟ انهم الناس عن فايقين لهذه المساله هذه. حنا بنادم عندنا نتفليكس بالنسبه لعموم الناس اللي من فوق 55 60 سنه، واحد العدد كبير ديال العباد الله راه ما فاهمش نتفليكس وما دخلش ليه دماغه. بالنسبه لي راه ولدو شاري ليه التليفون كيقول لي بابا راه كاين واحد الباس ديال واحد القناه راه كدير شي وثائقيات واعرين 200 درهم العام، وسميتو 200 درهم العام، وكاين فيهم اللي دايره اقل. كيقول لي ويلي 200 درهم العام، وكيقول لي الباس راه يقدر يعطيني 5 ديال لي كود نعطي لخويا ونعطي لكذا وكنا نتفرجوا، وكيجبد لي شي لقطه مثلا ديال 7 ووردز 1 بلانيت مثلا ديال ديفيد اتنبورا، وتيطل كيبان لي داك الدلفين تينقز كيهيب عليه تيضرب عليه. الاب بالنسبه لي راه الوثائقيات. والقضيه اللي هضرنا عليها ديال كتجيب الدري بالنسبه لك هذاك راه سميتو من الرسوم المتحركه. ديزني راه ما بقى كتقول لي بو الحاج راه مشات ديك ديزني ديال نهار السبت في العشيه اللي كنا كنجيو نجريو من المدرسه باش نتفرجوا فيها، ولا طوم سيغير، راه مشات هذيك ديزني. كندويو على الديريكتريس ديال ديزني السي اي او ديالها اللي قالت لهم ابتداء من هذا العام، يعني هذا العام اللي فات، قالت لهم 50% من لي برودكسيون ديال ديزني خاص يكونوا دي بيرسوناج شواذ جنسيين. ما كاينش فيهم، ما كاينش تعاود هضره في هذا الشيء. بغيت نعرف دابا كتشوف حنا ماشي في نظريه المؤامره، ولكن نآمن بالمؤامره. هذه مؤامره ضد الجنس البشري، ضد الفطره. بغيت نسولك علاش، ما عرفتش انا علاش زعما شي حاجه اللي ماشي ما هي طبيعيه. هو طرف كبير فيها خويا طارق على قبل الفلوس، طرف كبير. لا شوف، ملي كنحيد البنادم اي حاجه سميتها قيمه مطلقه العفا، كيولي بالنسبه ليا بنادم كيشوف اي حاجه كيشوفها ان برودوي كوميرسيال. نعطيك مثال، شرف الله قدركم الدعاره، لا بروستيتيوسيون. اي واحد خلى داخل لا كولون فيرتيبرال ديال دماغه مقاده راه كيشوف فيها شي حاجه اللي عوجه. لو كابيتاليزم ما كتبانش لي عوجه، كيبان ليها مارشي فيها فلوس. غادي انت تقول لي مثلا الشراب حرام، نقول لك الشراب حرام، نقول لك صافا با، انتم مليار ونص ديال المسلمين، الى غير المسلمين بوحدهم خداو القناعه ان الشراب حرام. كيقول لك راه مليار ونص بوتونسيال، الا درت لهم غير ايطرو في السيمانه الواحد كيقول لك مليار ونص ديال الليطروات، الا رابح فيها 5 دراهم انا الليطر شحال ندخل ولا. كتجي انت كتقول ليه اودي انا غادي نطعم لك الدقيق لان ولا عندنا مشكل الى اخره، غنطعموا الدقيق بلي زانسيكت وما فيها باس ندخل لك فيها انا حتى الفيران. غتجي عندي تقول لي حنا شريف، حنا راه 600 مليون في الهند، راه كنامنوا باللي راه الارواح ديالنا كتستنسخ في الفيران، دونك ما ناكلوش لك هادشي. بالنسبه لي راه صاي مارشي بوتونسيال مشى. دونك قد ما قدرت انا نمسخ الفطره البشريه وندير ما يصطلح عليه بالسيوله، بمعنى انه ما كاينش الزوين وما كاينش الخيب، ما كاينش الخير وما كاينش الشر، كل شيء مطلق. علاش هما تيركبوا بزاف على الموجه ديال الالحاد؟ علاش هما كيدعموا الموجه ديال الالحاد بشكل قوي وبشكل كبير؟ لان هي اللي غادا تمسح لعباد الله الخلفيه الدينيه. دونك ما يبقاش عنده قيمه عليا، ما يبقاش عنده قيمه مطلقه، ما يبقاش عنده الخير، ما يبقاش عنده الشر، ما يبقاش عنده نامن باليوم الاخر. كيولي كنامن دابا تو سكي مونتور سي ان برودوي كي بو رابورتي دو لارجون. نقطه بلا ريفيرون، ما يبقاش عنده لي ريفيرونس، ما بقاش عنده ريفيرونسيال فيكس. تو لي روبير كيوليو ريلاتيف، كل شيء نسبي. العائله ما بقاتش، الاب ما بقاش، الام ما بقاتش، العائله لا دين لا مله، لا دين لا مله. حتى الا غنديروا عائله غنديروا اسره، غنخليو سميه اسره لكن غنفرغوها من المفهوم الحقيقي ديالها ونعمروها باش ما بغينا. انسان مسؤول على اسره، دونك ساكن هو ومرته ووليداته في دار، لكن ملي غنجريو ونجاريو باش نفرتكوا لهم الجره، راه المراه غتخرج هنا والراجل يخرج هنا، يولي عندي جوج ديور، يولي عندي جوج ضريبات، يولي عندي جوج ناس خاصها تقلب على راسها على خدمه، خاصها تصرف. علاش واحد العدد، وهادو نهار اخر ربما نقدروا نتكلموا عليها، تيتكلموا مثلا بعض الاصوات العلمانيه عندنا احنا مثلا هنا في المغرب، تيتكلموا على قضيه مثلا ديال اسقاط التعصيب في الارث. علاش ما نطيحوا التعصيب؟ التعصيب من عند من؟ لانه التعصيب هذا كيجينا من العائله الممتده، العمام. هذيك العائله الممتده في الشرع لا قدر الله امراه مات لها الراجل، حنا غنمشيو مات لها الراجل، او لا طلقات من راجلها، ما كايناش شي حاجه سميتها عاودي لراسك، موتي قلبي على خدمه، كتعاود ترجع لذاك اللي كان مسؤول عن النفقه ديالها اللي هو الاب ديالها. اقول لك واش شريف، راه المراه دايره 45 عام، الله يجعلها تكون دايره 80 عام، باها باقي حي، تترجع تحت الولايه ديالو وتحت المسؤوليه ديالو، هو اللي تكفل بها. ما كايناش شي حاجه سميتها راه خفت لا نطلق ولادي يديعوا. كيفاش ولادك يديعوا؟ ما كاينش الاب، العمام
ما كاينش العمام ولا الخوت، ما كاينش الخوت ولا هذه العائله الممتده هي اللي كتساهم معك ان الاسره كتبقى محافظه على هذه القيم ديالها. لا طبعا تنتكلموا على ما يجب ان يكون الاصل. ملي غنجي انا قانونيا غادي نطير هذا، نقزب انا كاع هذه العلاقات. بمعنى شنو قالت كندير؟ قالت كنحقر على ديك المراه باش كنوجدها كنقول لها شتي انت راه والله ما خرجتي تضربي تماره بحال الاخرينات بوحدك، راه والله تياكلوك صافي. وكتولي عندك امراه عايشه ماشي بوجعلنا بينكم موده ورحمه، عايشه على اعتبار ان هذاك راه العدو ولا ما درتش علاش ترجع غدا. وتخيل معايا هذا الكليمه ديال لاتونسيون تندقوا انا براوات لهذوك الوليدات اللي غاديين يطلعوا. وهنا كنرجعوا للكلمه اللي قال سيدي امين، لا جينيراسيون اللي جايه طالعه الى ما وقفناش لها وقفه ديال الصح ا تو لي نيفو راه غنتعاملوا مع ناس عندهم شي تشوهات نفسيه وشي عاهات عاطفيه لا يعلمها الا الله عز وجل. سيدي امين، سيدي طارق، سيدي ياسين، حياك الله سيدي طارق. الله يجازيك بخير. جلسه ممتعه ومرحه معك وغنيه بالمعلومات. السؤال حول المقاوله، دابا الشباب بزاف بغيت الراي ديالك، راي افكار ديال تقاسموا معنا. واش واحد الشاب اللي تخرج من الجامعه او من مؤسسه او من مدرسه عليا يبدا بالمقاوله ولا يبدا بالاجاره، سالاريي ولا اونتربرونور؟ شنو في رايك سيدي ياسين بحكم التجربه ديالك؟ هو المساله كتبقى ود سيدي طارق يعني الى حد معين كتبقى مرتبطه بالشخص في حد ذاته. مثلا واحد الشاب كبر وسط التجاره وملي كان مثلا في الكوليج راه الكتوبه مثلا سالا هذا العام هذا تيهبط الكتوبه مثلا ديال في الصيف يبيع مثلا ديال بريمير اني كوليج، كيشير شويه الفلوس يجمع مشي تخربيقه اخرى ويجمع مشي يشري الكتوبه مثلا ديال العام اللي من بعد. هذا مدردف كي كان نعطينا غير اكزامبل، ده مدردف وسط الكوميرس، عارف شنو هي السوق، كبر شي شويه ولا مثلا تيتحرك مثلا في اللبس مثلا نبيع وشري في اللبس من بعد الله اعلم ان ارتيكل اخر. المهم هذا جاي شي شويه في السوق عارف القضيه شنو هي. تخرج مثلا مشى دار دي زيتود الله اعلم مثلا التخصص ديالو شنو هو. هذا الى عنده امكانيه مثلا ديال الدعم المادي باش يديماري وبغى يلونسي مثلا في المقاوله، هذا راه ديجا ولد الحرفه ولد لونتربريز. هذا كيبقى غير انه يطيوريزي شي حويجات، يعرف مثلا المسائل اللي كاينه، يستغل مثلا هادشي ديال المواقع التواصل الاجتماعي مثلا في التسويق ديال البرودوي ديالو الى اخره. ما كاينش كان واحد اخر ما عندوش في كبر مثلا في الشكل ديالي مثلا هنا كبرنا وسط الدار ديال الموظف وليد موظف دونك موظف ايغال كونسوماتور، بمعنى كاين تاجر ملي كتقول ليه هكا الفلوس كيقلب فين يستثمرهم، المستهلك كتقول ليه هكا الفلوس كيقلب فين يخسرهم. فهذا هو البرانسيب. انا كبرت موظف الستركتور ديال دماغي كونسوماسيون استهلاك. دونك ملي اول ما غادي نخرج الى اول ما ديماريت به مشيت ديماريت بالمقاوله يعني فتحت مقاوله ديالنا، الاحتماليه ديال انها ما تصدقش الاحتماليه طالعه بزاف. دونك انا كتقول للشاب كتقول ليه دخل الوظيفه دير الاجاره مثلا، خدم بعدا خدم امبلويي في اونتربريز، شوف شنو هي اونتربريز من الداخل، عرف القضيه كيفاش دايره. الا لقيتي وسط منك انت ديك الشعله ديال لونتربرونور، ديك الساعه ملي تجمع فليساتك ولا تلقى مثلا طرق التمويل الى اخره، ما تعطلش في الايجار، غتبقى تمحن سويتشي لجهه اخرى. التجاره احسن من الايجار، فهمتيني. عموما كتبقى التجاره احسن كمبدا، كتبقى التجاره احسن من الايجار عموما كمبدا. لكن طرنا ولا نزلنا كاينين الناس اللي التكوين الداخلي ديالهم راه ماشي ديال مستهلك ما يقدرش يسير، ماشي مستثمر، ما يعرفش يسير لونتربريز. عجبتيني منين ما حطيتيه راه واش. دونك ملي غنتموا غادي حيت انت راه وسط هذا الشيء تبارك الله اكثر مني وحسن مني انا، وليتي كتلقى واحد العدد ديال الناس مؤخرا بحال ولات اون طوندونس لا مود. انا تقول لهم العباد ديال لا الاجاره سيروا سميتو المقاوله، لا الاجاره سيروا كتقول لي واخا سيدي حنا غادي نخرجوا كلنا نمشيو نديروا مقاوله. انا مشيت درت مقاوله، درت اونتربريز، بغيت نكبرها شي شويه، هذوك الله يجيو يخدموا عندي شنو هما دي زامبلوي. ولا كنقول لهم لا ما عندكم ما ديروا بالامبلوا، سيروا خدموا ديروا المقاوله. منطقيا خصني ما نخدم حتى واحد. واش غنبقى كل واحد فينا داير اونتربريز ديالو؟ هو ما يمكن فراشه هذاك ارسي فراشه ارسي طوموبيل ديال القهوه فوالا ما يمكنش. فكاين الناس كي سون في مثلا كاين ناس مديورين لهذه كل ميسر لما خلق له. الله وسيدي ربي قال لك ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه. هذا تيخدم لهذا صافي الله يفتح عليك، الله يجعل شي بركه. كاين نوعيه كتمشي هكا، كاين نوعيه كتمشي هكا وخلاص.
انا اللي عجبتيني الخلاصه ان وانا كنقولها حتى انا وصدقت الراي، كنقول ان الاجير هو عباره على مستهلك كيتسنى واحد الصالير يدخل ليه، واحد الثمن يدخل ليه باش يستهلكوا. المقاول عباره عن مستثمر ملي كيشد واحد الفلوس كيفكر كيفاش يكبر السكالابيليتي لا بروغريسيون والاكسبونسيون باش يكبر البيزنس ديالو، ديما كيفكر في الاستثمار لانه اللي غيجيب ليه الفلوس، ما كيفكرش انه يستهلك. بينما داك الاجير عنده واحد الصالير مسكين اللي الله يكون في عونه قد ما كان كيشدو باش يستهلك باش يدير. الاخر عنده مره طالع مره هابط، كل شيء كيفكر ديما في الاستثمار. سي امين عندك شي سؤال على واحد القضيه اللي مهمه في التنميه البشريه اللي عتمن لا مود، التنميه الذاتيه. برافو عليك صحتي ليا، لان كاين فرق بين التنميه الذاتيه. هذا واحد الخطا شاسع السياسيين. بزاف الناس كيقولوا يسحبوا الديفلوبمون بيرسونيل هو التنميه البشريه. بحال دابا الانيسياتيف ناسيونال دو ديفلوبمون هيومان، التنميه البشريه ماشي هي التنميه الذاتيه. التنميه البشريه كنهضروا على لانفراستركتور، على التعليم وعلى الصحه. هذه هي التنميه البشريه. داكشي علاش جات الانيسياتيف دو سا ماجيستي لي ان دي اش. ديفلوبمون بيرسونيل راهي هو التنميه الذاتيه ماشي التنميه البشريه. البشريه راه على صعيد الدوله، التنميه الذاتيه هو الكوتشين، هو المرافقه، هو المونطورين، هو التعليم بين الشركات ماشي على صعيد الدوله. كاين عندك واحد السؤال؟ دابا السؤال ديالي، واحد النهار كنت بارطاجيت واحد لو ليفر ديال لو سوكري، تيهضر على قانون الجذب ولا لوا د لاتراكسيون. قانون الجذب هو ان تتحط واحد لوبجيكتيف ولا واحد الهدف، فلوس ولا طوموبيل ولا بروجي، تحطو في قلبك، تبقى تفكر غير فيه، ما تتحيدوش من بالك وانت غادي تخدم توصل له. كاين واحد الناس تيقول لك هذا قانون الجذب تتولي تامن بالبروجي ديالك وبعدتي على الله وبعدتي على الدين. دونك شنو الراي ديالك سي يوسف سياسين في هذا الشيء هذا؟ قانون الجذب داك تجذبك جذبتي انت مجذوب انت مليا مش تيقول لك تنفس خوك نسيتي دابا غادي يقول لك نسيتي، وليتي مآمن بالمشروع ديالك، وليتي مآمن بهذه، وليتي مآمن بهذه، وبعدتي على الله وكل شيء بيد الله. وهذا الشيء حنا متفقين فيه. خي دابا شنو الراي ديالك؟ واش هذا القانون الجذب وانت كتامن بقانون الجذب؟ انا قريت الكتاب فصلته مزيان، قريت الكتاب وتفرجت الفيديو، تفرجت لو سوكري. راه قانون الجذب الا فهمناه مزيان لا باز ديالو راه هي الخدمه. هي خصك تخدم، ديك القضيه تحط البروجي في قلبك، تحطو في عقلك، راك تتقاد لي زيموسيون ديالك، تتقاد الاحاسيس ديالك ما بين قلبك وعقلك والكور ديالك باش توصل لذاك الهدف. انا هذا الراي ديالي. وإلا كنا تنتكلموا على خلي دابا السميح بعض المرات المصطلحات كيدلوا المعاني، كيلعبوا في المعنى وكيحطوا لنا تصورات ذهنيه بعض المرات تقدر تكون صحيحه تقدر تكون غلط. الانسان كمسلم فيما يتعلق بحياته انه يطورها وينميها، شنو اللي مطلوب منه؟ غتلقى انه حتى انه هي جوج الشروط لقبول اي عمل. تيقول لك الاخلاص والمتابعه. مثلا انا بغيت نصلي بس صلاتي تكون مقبوله فيها جوج الشروط. الشرط الاول هو الاخلاص، اني تنصليها لله عز وجل، بمعنى تنقي تنصفي النيه ديالي، ما تكون هذه الصلاه حتى شي واحد اخر، كتكون لسيد ربي. المتابعه انها كتكون وفق داك الشيء اللي شرعه النبي عليه الصلاه والسلام، تنتابع فيها النبي عليه الصلاه والسلام. دونك هذا ملي غنجيو للمسائل اللي هي ماديه غتلقى عاوتاني امور غادا بنفس المنهج، وهو انه تيقول لك ان نوض تخدم، هذه وحده. الاسلام ما فيش العجز. ما سيدنا عمر ملي لقى وحدين جالسين قال ليه من انتم؟ قال لي نحن المتوكلون. اما جالسين وكنتسناو الرزق يجي. قال لهم كذبتم. قال لهم المتوكلون، قال لهم هم اللي كيعقدوا النيه ويقوموا للعمل. قال لهم قوموا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذه المسألة هذه ديال أنه الإنسان تينوض تيطلب الله عز وجل تيصفي النية، هذه المسألة ديال أنه تيدخل البروجي لقلبه إلى آخره. أنا بالنسبة لنا ماشي كتدخل البروجي لقلبك، وإنما كتآمن أن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يرزقك، أن رزق عندك اليقين في أن رزق والله رزقك ما غيضيعش، بمعنى أنه ما كتبقاش هز الهم ديال الرزق. ما كيعنيش انك ما كتهش الهم ديال الاسباب. تنوض ضرب تمار على قلبك السعي. جاء رجل يسعى الله يفتح عليه من اقصى المدينه الملحاح الملحاح والمسائل. علاش قلنا مثلا القضيه ديال ملي كنا تكلمنا من قبل على القضيه ديال الدعاء، قلنا ان الدعاء باش تكون عنده واحد القوه خاص يكون معاه واحد العمل اللي غيكون مقرون. اليه يرفع الكلم الطيب واليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
قيل العمل الصالح يرفعه، بمعنى ان العمل الصالح هو الذي يرفع ذلك الكلم الطيب. اذا الا انا كندعي خاصني واحد العمل الصالح اللي غيبوستي لي انا هذاك الدعاء. اما انا جالس من الشر فراق شي فوق السداري وكنفيق حتى الوحده وكنتسنى الوالد ولا الوالد يجي هو اللي يدور معايا يعطيني فلوس القهوه في العشيه وتنتفرج في التلفازه، هما اللي يجي يهضر معايا امين يقول لي مضرا فين وصلتي، ما نقول لك اخويا امين راه ما بلاد ما والو ما فيها لا خدمه، لا راه انت اللي ما بنادم ما والو، اما راه نوض تخدم واحد اخر راه فاق الصباح بكري امبريما واحد 10 ديال السيفيات ولا 15 سيفي وجلس دار كيدير شويه ديال لا بروسبكسيون فين كاينين لي زوفر دومبلوا الى اخره، اللي دفعوا الكترونيك واللي دار ليه بورسويت تابعوا نعم سيدي فيزيك مشى تابعوا فيزيك. دونك هنا تتنوض تخدم لقى الفرصه مع اليقين ديال ان الله عز وجل راه ما يمكنش يضيعك وما توفيقي الا بالله، ثم تجتهد انت على اعتبار الخلفيه الشرعيه ديالك كمسلم انك ما تحطش رجليك في واحد لو سانتيي اللي غيكون يدخل عليك الحرام. ما شاء الله. نعم. ملي كنبداو نتكلموا على قانون الجذب ديجا ليكسبريسيون ديال المصطلح لو تيرم ديال القانون بمعنى انه راه مضمون بما ان غادي نفكر فيها ايكواسيون غنديرها في قلبي الفيراري غادا تجي غدا الصباح غادي ندير الطران غنولي انا هو البي دي جي ديال لوسيط. لا ولكن هما تيقول لك خصهم يكونوا احلام معقوله واحلام يمكن لك تحققها ومعقوله. الا غتقول لي لوا داتراكسيون كاين هاي لوا داتراكسيون راه خصني نضرب في داك الشيء اللي ما كنتوقعوش ولا خصو يجيني. اما الا كان مثلا نعمر قلبي بانني غادي ندفع ونخدم تكنيكو كوميرسيال وانا عندي ليسونس اون ايكونومي، ليش نعمر قلبي نحط السيفيات ونمشي وندق البيبان هنا وعليك مولانا صافي وجد راسك قبل ما تمشي. سيدي امين وسيدي ياسين غنقول لكم واحد الكلمه انا كنجاوبهم كيقول لي لا لوا داتراكسيون كنقول لهم ني با دو لوا داتراكسيون سون اكسيون. لا كيعجبك في المستمع حيت مال مليح كيجبد المستمع. الله يعزك الله يعزك هذا من التواضع ديالك. لما كانش لاكسيون ما كانش الفعل ما كاين لا لوا داتراكسيون لا سيدي كارموس كنكذبوا على راسنا. وكاين واحد الحوايج اللي خرجوا لنا في التنميه البشريه اللي هما عباره على مخدرات فكريه. وانا راني قاري التنميه البشريه زعما ما غيحيد ليا حتى واحد. لا بغيتوا الدبلومات نبارطاجيو معكم من الدبلوم ديال اس اف 600 ساعه فورماسيون راه عندي اكبر دبلوم ديال الكوتشين راه كاين عندي من اكبر جمعيه ديال الكوتشين عالميه راه عندي. ولكن كاين دابا واحد المخدرات الفكريه اللي خرجت لنا لي ميور فيرسيون دو موا ميم اتر لو ميور دون سا لا لوا خرج المارد الذي بداخله اخرج الاسد ايقظ الاسد والزعر حاولوا عنا بزاف. الاسد راه في الغابه ولا في حديقه الحيوان مسكين كيعطيو الخبز. راه ما انت ما في غابه ما في حديقه الحيوان انت بنادم كتمشي بتوفيق الله والطاقه ديالك على قد الحال كلنا غلبه على قد الحال كل شيء وما توفيق الا بالله. بارك عندنا من لا ميور فيرسيون دو مو علي دو معاك دابا كيقول لك جو فا سورسير لا ميور فيرسيون دو مو وقبل لا فيرسيون اللي كانت عندك شنو هي كنت زعما الميزاجور يلاه لا ميزاجور كيديروا لك شي حاجه زعما حاولوا عنا عافاكم ما ناخذوش بزاف المذاهب ونعودوا نامنوا بهم. الايمان هو اللي عندي مشكل كيدخل لك عنده معتقد لا انا ليبنوز لا ما كانش ليبنوز ما كنديرش حاجه بلا ما كاين لا الله ما كاين لا دعاء ما كاين لا توفيق من عند الله لا ليبنوز استغفار لا حتى شي حاجه ما كاين حتى حاجه لازم حكى قالها واحد الميريكاني عطاها لنا ماركيطاها مزيان هما واعرين في الماركتينغ وباع لنا ودار اون ايكول صافي حنا غنامنوا وحده باش تبيع داك الكتاب باعته ودارت بيه فليسات هذيك لوا داتراكسيون راه كتبات واحد الكتاب وجمعت فيه قصص ودار دي انترفيو باش نجحت هي كتبت لك واحد الكتاب اللي كينغمك كيجبد شويه العاطفه تيلعب لك داك الكتاب تيلعب لك هذاك الوتر ديال الضعف ديالك وعلى داك تتحاول تبرر داك الفشل اللي فشلتي ولا داك التاخر اللي وقع لك باش ما كانش عندك لا ميزاجور ودابا غتجي عندي لا فورماسيون غندير لك لا ميزاجور وخرج لا ميور فيرسيون دو لوي اون غروند فيرسيون دابا لا فيرسيون عندك باقا صغيره لا انا عندي لا فيرسيون ديالي لا ولكن صغيره مازال غنخرج واحد لا فيرسيون اخرى فيرسيون بيتا باقي باقي غتكون غطير لا فيرسيون ديال القدام لا غتخرج شي شي هاد الفيرسيون جديده لا الفيرسيون ديال الجنيحات غطير داكشي ديال القوس ما عرفتش ما عرفتش فين تخرج راه الناس واعرين انت داكشي اللي فيك. اول واحد ملي كيقول لك لا لوا ديال لاتراكسيون المفهوم ديال بالنسبه لهم هما هو انهم المختصر المفيد انت وليتي مستغني على الله انت قائم بذاتك فوالا يكفي انني نفكر فيها مزيان سميتو غادا تجي مادام هي هكذا اون فورس سوبيريور
كي ديباس تو باش هي اللي غادا تعطيني وتنفعني وتمنع عليا الى اخره، بالنسبه لي ما بقيتش محتاج. كنت تقول لك راه كلشي سا باس في لونيفير بالطبع، والفيزيك كوانتيك عندك دي زون بوزيتيف تخرجهم عرفتي دي دوك بلوس عرفتي دوك صحاب دي الطاقه، بلوس عرفتي دوك صحاب الطاقه شحال كلاو الخبز على دار عباد الله. لا سيدي باقي كياكل أبي. الخبز، باقي كياكل الخبز. الطاقه النيجاتيف عندنا هنا والبوزيتيف عندنا هنا. كاين دابا اللي كيحك لك راسك، كاين دابا اللي كيشدك كيحك لك راسك بحال هكا. هاد الحرفه لمن معطيه لمن بالله عرفت هاد الحرفه لمن معطيه في المغرب، معطيه لواحد الفرنساويات شارفات، كاين واحد 4 ولا 5 سمحوا لي على الطير مشارفه، المهم شي اللي كتب الله. كاينين في كازا، هذه هي خدمتهم. تقول لك ندير لك اون سيونس باش نخيد لك لينيرجي نيجاتيف. يعني قال لك النيجاتيف كاين هنا ونعطيك بوزيتيف هنا. الرقي ديال الكور لا سيونس راه تدير 1200 درهم. المهم وكاين داك تيتا انرجي هذاك نيكس. وكاين اللي كيحكوا لك في راسك هنا كيقول لك هنا غنأكتيفي لك واحد لي زوند بحال دابا هذيك دي زونطين هنا. اذا الحساب هذا الله يسمح لي المشاهدين دابا حنا كان لا فري ستايل، ولا الحساب عرفتي القرض راه شبعان انرجي بوزيتيف، حيت نهار ما تلقى القروض كيفليو لبعض. لا نهار ما القروض كيفليو لبعضياتهم، يعني سميتو قال السيفلي يعني في امان الله وحده. لا شوف داكشي كيطلع الشجره. انا شوف اللي عندك خويا طارق، دابا خصني نخرج القرض اللي فيك. سيريوزمون انا نط وتيوريزيت شي شويه هاد اللقطه هذه، بيان سور بنيتها على ليكزيستانسياليزم ديال جون بول سارت، على لا فولونتي دو بويسونس عند اندري مالغو، كاع دوك الملاحده اللي دازوا تهبله كلها تيوريزيتها صوبتها، لقيت عباد الله وصلنا لواحد لا بيريود ديال لا كونسوماسيون ديال لو بري ابورتي، نعطيهم شي حاجه اللي ساهله دغيا التكال الى اخره، وصوبتها وقديتها وبديت كنبيع البرودوي، كنقول لك مثلا سيونس 1200 درهم نفلي لك نحك لك راسك كذا الى اخره. انا تيوريزيت اللقطه، انا اللي كنستغرب ليه زي طريق هو بنادم اللي كيجي يشري هذا البرودوي. لا التلفه راه يعني انه بنادم ما بقاوش عنده نهائيا دي روبير. لا التلفه وبنادم اللي باغي بحال دابا انا تنفسرها شنو، انا باغي نوصل لواحد السعاده وباغي نوصل لواحد النجاح بلا ما ندير ايفور، غنمشي نشريه باش ضرب تماره، ممكن نضرب تماره، ممكن نشري باغي نولي بوزيتيف غنمشي نحيد النيجاتيف ونشارجي بوزيتيف. شحال الباتري 1200 خلص. باغي نحيد الخوف، باغي ندير لا كونفيونس، غنمشي نشري فورماسيون يقراو عليا يا نكون انا حاضر، يا الجسد واش غير الجسد اللي حاضر ودماغي راه تيفكر في حاجه اخرى، تيكون نورمالمون الجسد حاضر ودماغك تيفكر في الفورماسيون الثانيه اللي تشري من بعد تشريها من عندك. فوالا دابا الكونسوماسيون مخدرات فكريه وما بقاش الانسان باغي يدير ايفور ويجلس ويقرا ويعرف ويميز، لان ملي تجلس وتقرا وتاخذ لي فورماسيون وتدير مجهود تتميز الخبيث من الطيب، تتعرف راسك ما تعرفك حد، تقرا هنا وتقرا هنا وتتجمع الافكار ديالك كونيكتين دو دوت، كتلاقي بين النقط. انا راه كثرت ما سمعت هاد لوا د لاتراكسيون، راه قريت داك الكتوبه كلهم، لو سوكري، لا ماجي، لي زادوس، كلهم داك السيري قريتها، وبقى ديما هذا السؤال تحت لنا الفرصه دابا باش تفهموا. انا كنت يعني عارف انا الدومين نفرج له، عارف له وعارف دابا بزاف ديال الناس راه كاين على هذا الموضوع. نسولوش دي امين باين نسول انا طارق في هذه القضيه ديال المساله ديال السهله، ملي كيجي عندك شي واحد دابا انت في الدومين، انا في الدومين كتكوتشي عباد الله لا كومبانيمون ولا اخره، ملي كيجي عندك شي واحد وتيقول لك فوالا انا راه محتاج هذه ولا طار لي مشكل في كذا الى اخره، كتقول لي فوالا راه انا وياك راه يكون عندنا واحد البروسيسوس غادي نتبعوا 1 2 3 4 5، كطيح في دوك الناس كيقول لك لا بزاف عليا هذا الشيء، راه لقيت واحد السيد راه غير حصه وحده ويقول معايا طرق وسالينا. واش كطيح في هذا النوع؟ دابا هذا المشكل هذا، لان انا محترف في هذا الدومين هذا، وبكثره الاحتراف ديال هذا يعني خبرت شويه الخبايا ديال هذا الشيء. السيد اللي كيجي عندك اول حاجه كتشوف واش هو مستعد باغي يدير المجهود باش يتوصل للحل، لكن انا عطيته الحل، انا هذاك الحل راه كيناسب طارق المليح، راه ما كيناسبش سيدي ياسين. مي انا كنسمع ليستوار ديالك، القصه ديالك اللي كتعاود، وكنشوف القصه وراء القصه، كتعاود لي واحد القصه، ولكن كنحاول نفهم القصه وراء القصه منين جات، وكنقول لك واه فوالا بغيتي تزيد في هذه القضيه هذه راه خصك دير هذه النقطه ا و بي و سي و دي، وخصك تتبع هذه وهذه وهذه، وجرب هذه وخصك ترجع. غالب الاحيان ما كيبقاش يرجع،
اللي سولتي علاش لا كيقول قويتي عليا لا بزاف ماشي ماديا ماديا مش على ماديا هو مستعد يخلص لك ماديا مستعد يخلص الدوبل انا كندوي على المجهود هو ما عندوش النفس ما خاصكش تقول ليه دير المجهود خاصك تجي تقول ليه شوف غدا غتنوض بحال خاصك تقول لي شي امور سحريه غتقول لي الصباح غتنوض غتخيل الكاس عندك 4 الكيسان الكاس الزرق الكاس الاحمر الكاس كمثال كاين هادشي كيقولوا لهم الا شربتي الكاس من الكاس الزرق الماء في الصباح وشربتي بشويه وانت مغمض عينيك وكتيماجيني راسك ان عندك واحد الطاقه واحد الهاله كدور بك شو كيفاش كنهضر دابا انا واحد الهاله كدور بك ديال الاطمئنان وديال السعاده وديال الفرح غدوز النهار مزيان ومن بعد غتاخذ الكاس الاحمر باش تما تكون عندك القوه ديال الالقاء والليدرشيب وكتدخلوا في شي خزعبيلات شي افكار غيبقى يدور ويرجع عندك ويجيب لك العائله ديالو خوالو كل شيء لان عطيتي واحد الفكر سحري ماشي واقعي دوبيتيها دوباج غيمشي شي وقتي له دماغو وكيقول لك هذاك اللي كيقول هادشي كيقول لك انا استفدت ليه دماغو قديتو انت ما استفدتيش دماغو راه ملي غيخرج وغيتلاقى مع اون بوزيسيون دو ليدرشيب ديال بصح راه لا ما كنتيش خدام على راسك مشكله انا شحال من واحد كنتلاقى معاه كيقول لي انا ليدر وانا كذا وانا كنقول له بشويه فساح انا مزاوك انا اخوك انا طارق الملح ما سي كو لو ليدرشيب بور توا تعرف السليه والكاس الليمون لا انا قال لي الكوتش فلاني وخدمت معاه قال لي انت عندك بروفيل ديال ليدر كنقول ليه هو قالوا لك الدنيا انا متفق اشنو هو الليدرشيب بور توا والله ما كيعرف يسولو كنقول لي اجي هذوك الناس اللي معاك في الخدمه كتقول لي انا ليدر في الخدمه الا ما كانوش الفلوس وما كانش لوغد هيرارشيك ماشي انت اللي كتخلصهم وماشي انت الشاف ديالهم غيتبعوك ولا ما غيتبعوكش كيقول لي لا ما غيتبعوش كنقول لي باش تا ليدرشيب راه ليدرشيب عندك البوست هذاك لو ستاتيو اللي عاطيني مدير يعني الناس ولفوا المخدرات الفكريه وهذا مشكل دابا ديال التنميه الذاتيه بدينا كنعطيو الناس واحد الوهم ديال المعرفه ليليزيون دي سافوار بلاص ما يمشي يقرا لا بسيكاناليز ويقرا لا بسيكولوجي وياخذ سنوات باش يفهم عاد كنقول ليه هادي مع هادي سهله نديرها في الصباح دير صبعك بحال هكا ملي تكون جالس مع الناس دير صبعك بحال هكا ودير لونكراج وشوف في ياسين هنا التروازيام اي وبين لي راك واثق من نفسك ووقف الصدر وشوف فيه مزيان شوفها ديال بصح دخل فيه طلعات ودخل فيه طلعات تقول لي لا انا ما متفقش ودير لي بصبعك بحال هكا وقفوا بحال هكا صافي كلشي اش هاد ما هذه الخزعبيلات اللي واقع سي طارق دابا الناس بغات تكوتشا راه الناس تتقلب على كوتش ميور كوتش كازابلانكا كابينيت كوتشينغ كازابلانكا ولكن هي ما عرفاش شنو معنى كلمه كوتشينغ شنو هو لو رول ديال داك الكوتش هما تيسمعوا بان الكوتش تلقى لك دي سوليسيون تيسهل لك الحياه هذه هي اللي شايعه عند الناس اللي هو هادشي حتى شي حاجه منه ما كاينه اول حاجه خصك تعرف شنو هو الكوتش هو داك السيد اللي تيرافقك باش تلقى لي سوليسيون هو داك السيد اللي غادي تقطع واحد القنطره هو تيعاونك باش تدوز على داك القنطره باش ما تطيحش تو سامبلومون هذا هو الكوتشينغ هو المرافق هو بحال داك الجيد اللي كيطلع معاك لا مونطان جيد دو مونطان تيقول لك هنا غطيح غيطلع معاك لا موطور كي ما غيطلعش برجليك لا غيطلع هو حداك وغيوريك الطريق ولكن ما كيطلعش برجليك ولا كيهزك فوق كتافو لا تمشي على رجليك انت كتمشي على رجليك الناس ما باغاش تمشي على رجلها الناس ما باغاش تمشي على الناس راه قلناها الناس باغا في واحد الفورمول ايماجيني باغا تخيل راسها واحد الفورمول سهله باش يوصلوا لاصحاب انستغرام تعشى في دبي فوالا تغدا هنا يجي لهنا يقول لهم 1 مليون دولار ضربت هذه السيمانه 25 مليون دولار مع في ذاك الارقام اللي تيجيبوها ويعيش غنعطيك واحد التجربه امين سمح لي قاطعتك واحد السيده جات عندي مؤخرا الكابيني ما غنذكرش سميتها احتراما جات عندي قالت لي السلام عليكم سي طارق راه قالوا لي بزاف د الحوايج مزيانين عليك وراني شفت فلان وفرتلان وفلانه وفلانه وثلاثه في فرنسا قلت لها شحال 8 قالت لي 8 قلت لها وجيتي عندي انا والتاسع قلت لها ايه قلت لها بغيت تكملي بغيت تكملي واحد 10 للصباع وتقولي لهم قاعدوا ما في يدوش قلت لها دابا انا غتخرجي من عندي وتقولي لهم هذا ما في يدوش قلت لها حكمي يمكنش شتي 8 الاشخاص بمشارب ومعرفه مختلفه وحتى واحد ما مزيان وغتجي عندي انا غتقول لي مزيان قالت لي راه قالوا لي الناس وجوجل ريفيو الناس هضروا عليك في الانترنت كلشي قلت لها وي ولكن انت راك ما مقتنعاش انت راه ما بغاش دير الخدمه قلت لها بلا ما نضيعوا وقتنا قلت لها يمكنش 8 الناس كاملين حتى واحد ما فيهم زعما شويه شويه ديال الضوء قلت لها باش ما نضيعش لك وقتك
راه انت ما بغاش تخدمي على راسك. ماشي اللي كاين. قالت لي ما مستعدش نتغير طار تي غيزون. قالت لي ما عمرو قالوا لي ولكن ما مستعدش. قلت لها تضيع وقتك تضيع وقتك قلت لها تضيع وقتك وتضيعي فلوسك وانت في فرنسا انت في المغرب انت. قالت لك انا ما مستعدش نتبدل ما بغاش نتبدل ما بغاش نتغير ما بغاش ندير تعيش المجهود. حياتها كيف ما هي وصلت صافي سيري لا شكون اللي كيفرض عليك. لا دابا السيد لا طوندونس دابا الموضه وكنت مع الكوتش ديالي درت مع الكوتش قال لي فلانه تكوتشات هذه الموضه وهذا الشيء هذا دابا راه غاديين فيه حنا كاين فيه واحد العبثيه راه دوينا في الحلقه اللي دازت. لا ما طونكو واحد القطاع ما منظمش وما اورغانيزش وما مقنيش وما عندوش قانون اطار فما يمكنلوش يزيد القدام ورا كل واحد شي تيقول لك جي عرفت. انا بعدا كنت انا جربت هاد لي كوتش كلهم تنعرفهم كاين اللي دا لي فلوسي وقطع لي التليفون. علمك هذاك درس خطير علمك. قال لي عرسل الفلوس دابا تيق قال لي سير وفاكاش طرشبت عليه. قال لي وفاكاش ولا رسل الفيمو صافي سالي راك تعلمتي الدرس دابا سميتو ساليتي. انا دوز دابا اللي طرحت المره الجايه بلاكارت ولا بالشيك الله يرضى عليك. المره الجايه تشوفني ولا هادشي غادي وتيسميع. هو الواحد اللي داير اون فاس زعما عينيه انه انا تنهضر على ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي. لا توكل على الله نخدم شويه ونجتهد شويه والكمال من الله. ليسونسيال ما نديش لعباد الله. امين سيدي ياسين كنعطي واحد المثال بسيط بحال هكا. راه ماشي كلنا غنكونوا رقم واحد وما يمكنش في اي ميدان في الحياه غتكون رقم واحد. راه ممكن تكون رقم 2 في هذه ورقم 10 في هذه ورقم 5 في هذه. ممكن تكون رقم 1 في الخدمه ديالك وفي الدار ديالك رقم 2 لان ما كتعرفش تسير الزوجه كتسير احسن منك. وفي العائله ديال الاب ديالك هو راس الهرم هو الرقم 1. وفي الرياضه يمكن انت رقم 1. خصنا نتقبلوا اننا نكونوا ارقام مختلفه في جميع مشارب الحياه. ماشي انا الليدر في كل شيء وماشي انا لا ميور فيرسيون في كل شيء. وكنقول واحد المثال بسيط كيقول لك راه ممكن تكون رقم 2 في العديد من الاشياء وتربح السباق. كمثال كيعطيو مثال كيقول لك لو تور دي ماروك ولا لو تور دو فرانس. داك اللي كيتكلاسا دوزيام في كاع لي زيتاب كيتكلاسا هو الاول في الاخر. لان داك اللي كان كيتكلاسا الاول هذا الاول كتصيب ان المرحله الثانيه عاد هو الخامس عاد هو الرابع عاد هو العاشر. ولكن داك اللي كان كيتكلاسا دوزيام تروازيام كونستون غادي واحد الفيتيس دوزيام تروازيام راه وصل. يعني الميساج اللي ندوزو حنا جبنا ياسين حنا اللي كنهضروا سبحان الله. شو هذا القبح هذا والانعدام جمال وانعدام حنا جالسين مجموعين ما كاينش فيها واحد. يعني خصنا نتقبلوا اننا ما نكونوش ديما رقم 1. نعم. نتقبل ذاك الانا وهذا اللي يقول راك نلاحظوا الانا ديال انا كنعرف كل شيء وانا راني ما حتى واحد ما كيفهم قدي وانا كنفهم في الدين كنفهم في العلم كنفهم في التجاره ما يمكنش يا اخي ما يمكنش. وراه حتى انا كبرت النبي عليه الصلاه والسلام كينزل عليه الوحي صلى الله عليه ملي جاو عنده قال لي يا رسول الله القضيه ديال النخل مشى للمدينه ومكه ماشي ارض ديال الفلاحه ارض ديال التجاره. مشى للمدينه ارض ديال الفلاحه. مسؤول القضيه التأبير ديال النخل وكذا الى اخره. قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم. هذه المسائل هذه ما سولوا فيها واحد اللي هو متخصص في التأبير. القضيه اللي دوينا على هذو على زد اميني القضيه التوكل ونعرف راسي شنو تابعني الى اخره. هذا كلام قال على حاتم الاصم رحمه الله بعجاله نقولوا الناس يعقلوا عليه. الكلام ديال الصالحين كان عنده واحد الوزن. ملي قال ليه قضيه تكلمنا على التوكل على الله انت كيفاش حققتي التوكل. قال لهم مجموعه من الامور. قال لهم المساله الاولى قال لهم علمت ان رزقي لن ياخذه مني غيري فاطمئن قلبي. ديالي لا ماشي ديالي. كاين اللي غيجي يقول لك اودي ولكن ولد الحساب تبقى جالس. لا وزادهم الثانيه قال لهم وعلمت ان عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. بس ما تجيش تقول حق لا نوض لا في العبادات لا في المعاملات لا في السلوكيات لا في العقود لا في الخدمه. علمت ان عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. زادهم الثالثه قال لهم وعلمت ان الموت مدركني لا محاله فاعددت الزاد للقاء الله. ما ننساش عاوتاني الاخره. والقضيه ديال الحقوق عباد الله سواء انت محقق في علاقتك بالله ولا في علاقتك بالناس. الكلمه اللي قال زدي امين قال لك ما نديش ديال الناس. قال لك وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه. سبحان الله. الى هذا بوحده بينه وبين سيد ربي يحشم ويستحي ان الله يشوفه على معصيه. فما بالك الا كان شي حاجه عندها علاقه بحقوق الناس. ناض واحد قالوا حنا نسولوه قال لي ومن اين تاكل يا حاتم؟ قال لي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون. قال له الدين كل شيء من عند الديبو كله عند سيد ربي. وكان كيقول واحد السيد الله يجزيه بخير يقول لك كريم وعنده مناش
كريم سبحانه سبحانه وعندهم ناس، كرم. حيت واحد كريم يقدر يتقاد عليه، ماذا كريم وعندهم ناس. صحيح حقق المسائل ديالك، توكل على الله وزيد، وكي قلتي عرف انت الكلاسمون ديالك في كل بلاصه شنو هو، ورضى بداك الشيء اللي كاين صافي، المريض ما عنده بس. والله تساهل اخويا طارق، راه حنا فينا التشكيك، فينا في المبدا والله حتى هي سهله، سيدي ربي حطها قال لك ها هي سهله مبسطه واضحه. منهاش حياتي. حنا خصنا النيجاتيف والبوزيتيف ومول 2200 درهم وليحك لك راسك في ليليا راسي. لا وخصنا نهضروا اكثر من خدمهم، وخصنا نبانوا بان تندير بيتشمارك، تندير ليتود، تنفعل، تنسرك الموديل البيزنس موديل ديالي. هذه هادو شي حوايج ولا بزاف ديال المقاولين بقاو في ذاك البيزنس موديل، قال شي كوبي من هذا وكوبي من هذا وكوبي من هذا وبقى حابس. مع ان داك الشيء ديال واحد الدول الغربيه اللي ما كينطبقش عليهم لا عقيدتنا لا ديننا لا معاملاتنا لا والو. ما يمكنش تجيب شي حاجه من برا ما يمكنش تكوبي، ما يمكنش تنقل وتنجح. انت اش تقول كوبي هي، اما الا نقلتي باش تنجح امبوسيبل. يمكن انا نعطيك واحد المثال، غادي ندخل لواحد الميدان ولا غندخل لواحد المشروع، واحد المقاوله ديالي فيها المنافسه. يعني اش تنستافد انا ملي تنقول لك هذه المقاوله فيها المنافسه؟ تنستافد بان سيت مارشي اللي فيه الفلوس، كاين بزاف ديال الناس خدامين في الدومين، ولكن انا غادي ندخل له واخا فيه المنافسه. بزاف ديال الناس ما غاديش يدخلوا، يقول لك ما فيش المنافسه، ولكن انا غادي نتوكل على الله وغادي ندخل له وغندير لي ريغل ديالي وغندير القواعد ديالي وغندير السعي ديالي ورا رزقي وغادي ننجح فيه وغنتميز سي فري. الناس بغات كوكوت مينوت سهله، هادشي اللي كاين الواجد. كلمه اخيره للشباب والشابات اللي كيشوفونا باش يوصلوا للسعاده. انا في رايي السعاده هي الرضا بما لديك، مع أمل أن غدا سيكون أحسن من اليوم، وبفضل الله سيكون أحسن من اليوم. لماذا؟ لأن لقاءات مثل هذه كتخليك أن كما كنقول لك دير لا ميزاجور، كتاخذ معلومات جديدة وكتواصل واحتكاك الأفكار مزيانة. ولكن بغيت الكلمة الأخيرة ديالك سيدي ياسين للشباب والشابات باش يعيشوا بنجاح وبفلاح ويعيشوا لدنياهم والآخرتهم بواحد الثبات وبواحد الطمأنينة. ماذا تقول؟ الكاميرا لك. وما لقاوش احسن من الكلام اللي مول الصنعه اللي خلق هذا البشر. هذا سيدي ربي هذه قالها وقالها في سوره النحل. سوره النحل اللي اعتبرناها سوره مكيه، يعني لو داخله في الاصول الاولى ديال العقيده اللي خص الواحد خصو يفرك على قلبه. يعني خص القلب يكون منعقد على هذه قبل شي تقالت للناس. وحال الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما ينزل الصلوات الخمس وقبل الزكاه وقبل الصيام وقبل الحج وقبل من الجهاد وقبل من كل شيء، قال لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربحنا ربح له. العمل الصالح هو الذي يقوم على الإيمان والإخلاص ويقوم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه تتنوض تتشمر تتخدم إلى آخره، تتبعد على الحرام، تدخل في الدائرة ديال الحلال، تجتهد وسط حلال. الدائرة ديالو واسعة جدا، على خلاف ما كيحاولوا يسوقوه للناس أن الحرام لا الحرام هو اللي قليل والحلال هو اللي كتير. خاص غير أنت تنوض تيسع تخدم مع راساتك وتوكل على الله، والله عز وجل راه ما يمكنش يضيع لشي واحد رزقه مقيدوا ليه. سبحان الله. جزاك الله خير. الله يكبر لك وجزاك. موعدنا قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مازال الكلام معك طيب. أتشرف بك. شكرا سيدي. الله يكبر بك. الله يكبر بك. الله يرفع قدرك. شكرا لك. ساعة مباركة. شكرا لكم. كننتظروا التعليقات ديالكم، الأسئلة ديالكم والدعم ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.